خوتي المغاربة مرحبا بكم. يقول الله عز وجل في سورة الإسراء: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. ويقول تعالى في سورة يوسف: وشهد شاهد من أهلها صدق الله العظيم. الأستاذ المحترم الزميل عبد الله البقالي يقدم شهادته بخصوص ما جرى في اللجنة المؤقتة باعتباره عضو اللجنة المؤقتة ورئيس لجنة البطائق وعضو لجنة الأخلاقيات التي تورطت في الفضيحة المعلومة. الحمد لله، الحمد لله على هذا النصر الذي ما بعده نصر. نسمعوا السي عبد الله البقالي. اولا هذه القضيه ما كتقبلش الاستغلال ديالها لتصفيه حسابات قديمه او جديده، ومن يقوم بهذا السلوك ضد اي عضو من اعضاء اللجنه فهو يسيء الى نفسه قبل ان يسيء للاخرين، وايضا هو يسيء لهذه القضيه لانه يحرف ويهرب النقاش اللي خصو يكون نقاش في الجوار. ايضا لا يمكن استعمال هذه القضيه او توظيفها لتبخيس عمل اللجنه التي قامت بعمل وازن طيله سنوات برئاسه مقتدره من طرف الزميل محمد السلهاني. عشرات سي عبد الله، نقول لك واحد المعلومه، راه غنتفق معك في شي حوايج وغنختلف معك شي حوايج ملي كيقتضي الاختلاف طبعا بالاحترام الواجب لمقامك. انا كنتفق معك واحد الفكره، كاين بعض الاشخاص استغلوا هذه الفضيحه، كاين بعض الناس ابانوا على دفاعهم على الاخلاق وعلى المهن، وهم في الحقيقه الامر فقط ينتقمون، وجدوا في هذه القصه فرصه. كاين واحد الرئيس ديال واحد المؤسسه، ولكن انا ضد هذه الثقافه ديال ما تقويش عليك الجبهات وما تفتح الجبهات عليك. شوف، نقول لكم المغاربه واخا بزاف الناس ما كيتفقوش مع التكتيك اللي كنشتغل به، ولكن غنقول لكم بالكلير كيف افكر. انا اؤمن بان الجبهه الوحيده اللي ما عمرك تخلى عليه جبهه الله سبحانه وتعالى، والجبهه وجبهه ديال الوطن. شتي الا كنتي خدام بهاد جوج جبهات والله ما تخاف، يكون مرجعك في داكشي اللي كدير الله سبحانه وتعالى. ملي كنقولوا الله راه كلمه الله، العدل، الانصاف، المعقول، ما تشدش بالزور، ما تنتقمش، ما تكونش خسيس، ما تكونش خدم اجون. وملي كنقولوا الوطن فيه كلشي، ما كتخدمش مصلحتك الخاصه، ماشي هذا. اذا الجبهه اللي ما عمرني نخسرها انا وما كنفتحهاش هي جبهه سيدي ربي الحبيب وجبهه الوطن. اما البشر ربي قاد به والوطن قاد به، مزيان. فهاد الشيء غنقول لك السي خشيشن بالسميه عبد الكبير رئيس النقابه. ربما السي عبد الله البقالي كيلمحلو ولا ما كيلمحلوش ما كيهمش، هو واحد من ماشي عبد بقى ماشي خشيشن، كاين عدد منهم اللي خرجوا في هذه الفضيحه وبداو كيعطيو الدروس في الاخلاق وحاولوا يركبوا ويبانوا. لا السي خشيشن، لا فرق بينك وبين اللجنه المؤقته، دوك الاخلاق اللي داروا ما كاينش فرق، ربما غير على صعيد التعبير. نعطيها لك بصوره مزيانه خشيشن باش تفهمها. شي عندنا جوج الناس تياكلوا بنادم. خشيشن كيدير عنده فورسيت، لا فورسيت، وعنده الموس، وكيدير ديك اللعيبه اللي كدير هنا ياك الماكله وبشويه كياكلك. واحد اخر اللجنه بحال دابا السلهامي وبحال حال لا عنده ضفير تيخشيك شي عارف الفرق، ما بغيوش كياكلوا بنادم. كيفاش المدير شتي اللي كيمشي يوقف قدام القاضي وهو زميل صحفي، وهذاك القاضي غيديه للحبس، وهذاك الزميل كيرأس نقابه وما دارش بلاغ وما لا فرق بينه وبين ديك اللجنه. والله ما كاين، بل اخطر. الشيء هذا مازال اخطر، لان انت كترأس نقابه ووجدت النقابه لمؤازره الصحفي. ملي كتكون عندك 5 شكايات وزير وما تلقاش حداك رئيس النقابه، ما يمكنلكش تهضر على الاخلاق. اذا كتركب كاين صراع عندك مع اللجنه، واللجنه دعات سميتو سحبت البطاقه العضو التنفيذي جوج من اعضاء المكتب التنفيذي ديال النقابه اللي هو الطالبي والاخر. السؤال والله كما كان البقالي لا خرج شي بلاغ، انا نقولها لك هنا حيت عندك طالبي تما والطالبي تقاص. الصحفي ما تيكونش انتقائي اللي كيدافع على الحقوق والحريات والاعلام، ولكن انت كتنتقم عن طريق النقابه، لان انا فقط ولي نعمتك اللي هو الشرعي انتقدناه من فلسطين، كان تدافع زملاء، ولكن نتوما ما كتفصلوش بين الموقف المهني، موقف الراي، وبين الحسابات. خاصك تكون شوف كتكون صحفي قوي كما الحمد لله. شنو واخا نكون كنتقد انا الشرعي، انت كرئيس نقابه والله واخا يكلفك منصبك الله غير رزقك، ولكن لا، سخرتي النقابه لخدمه مصلحه الشرعي ضدي.
اذا هنا لا فرق بينك وبين الحري وبين السلهامي وبين فاطمه الزهراء وبين الديلامي، ما عندك حتى شي فرق بيناتهم. والله كنتي بحالهم تجد في الموقع ربما بطريقه اخرى، ما تقولش هذيك الكلام ما غديرش كذا، ولكن غتحيدني بطريقه اخرى ما كاينش، لانه ما وقفتيش مع زميلك الصحفي قدام الحكومه، كاينش اكثر من الحكومه، وهذا بك الحبس والنقابه ماشي ديالك، بالعكس انت شديتي الفلوس وخلصتي المحامون على الناس اللي معاك وما درتي حتى بلاغ، خلصتيهم فلوس، لا انت ولا داك اللي معاك وسيروا الفلوس وداك الشيء، ما كنبغوش نناقشوا داك الشيء. حتى اليوم عاوتاني عبد الله عنده الحق، ولا تنهى عن خلق وتاتي بمثل عار فعلت عظيم، حيت هاد الموجه راه كلشي يخرج فيها، حنا راه كنميزوا لغه التمييز من السمين، وكان واحد النوع من الانتقام حضر. انا متفق مع السي عبد الله في هذه النقطه. التحقيق والاستماع والمداولات، مساهمة عشرات من الأساتذة المحامين والعديد من القرارات وتسوية العديد من النزاعات بعد تنازل. سي عبد الله هنا كنختلف معك، علاش؟ قلتي اللجنه ودارت كاين جوج دفعات هنا السي عبد الله. الاولى السي عبد الله كان متاحنوا عمل شي مؤسسه في الملفات الحارقه، شي ملي كتكون الدنيا هانيه راه مهيضه، بحال كنقولوا عندنا 4000 جريده في المغرب وعندنا 4000 عنوان، هل هذا عنوان ديال كاين حريه التعبير في المغرب؟ لا، العنوان ماذا يقولون، ولا كانوا كيقولوا الله يبارك في سي اخنوش كاملين، ويكون عندك 10 مليون، واش يمكنك تقول الغرب وعنوان عندي حريه التعبير وكاينه 5؟ لا، ملي كيهضروا في اخنوش وكذا الايام واش في كتالي بهم الايام، هذا هو عنوان. جوج ابو عبد الله، سي عبد الله انا نقول لك شنو واقع، انت شهادتك انا كنعرفك رجل ما فيك شاب. سي عبد الله انت ملي كتكون ما كيقدوش يديروا قدامك المساله وانت كتشهد في الجلسات اللي حضرتي، ولكن السي عبد الله ملي ما حضرتيش ها وحده جابها الفيديو، هذا هما حقيقتهم السي عبد الله. اذا ميز السي عبد الله كيعرفوك ما تقبلش ديك الانحرافات، لا انت ولا حميد سعدني، وبالاخص انت باش نكونوا واضحين. حميد سعدني واخا نقول كلمه الحق اللي كنعرف مع دابا، حميد سعدني ماشي خايب، ولكن ما عندوش الجرأه الكافيه، راه حتى انا تصدع وصورته في دوزه معد، لان قال واحد الكلمه هنا البقالي كان موقف اذا سعدني كان ساكت ما قبلش ديك المتابعات، عرف زيداف ما ايدش، ولكن ملي لم يبدي موقف قام، بينما البقالي ضرب الطابله، ها الفرق. وكيبقى سعدني مزيان، ما كنقول بعد احسن من بحال ديك انت تاتي متاخرا خير من الا تاتي ابدا، ولكن مني عبد الله عنده داك الشجاعه، يعني ماشي سهل. فسي عبد الله انا بغيت ننبهك لهذه النقطه، كتكون العمل زوين عندما انت كتكون معاهم، ها كتغيب ابو عبد الله بحال بدايه ونهايه ديال نجيب محفوظ، نفيسه كتخرج للدعاره، حسن الناض كيبيع الحشيش وهلم جرى. اذا خذ هذه العبره، ملي كتكون انت السي عبد الله تما امور غاده زوين، ولكن جيب لي الجلسات اللي كتغيب فيها، وجيب لي الجلسات اللي غايب فيها انت وفيها الرؤوس المطلوبه، وشوف كيديروا معك. اما الملفات الخاويه وكذا فهمتي السي عبد الله، انت ما كتكونش ملي كتكون شي كنتي انت في هذه الجلسه اللي وقع فيها فضيحه والله لا داروا ديك المساله، هما كيعرفوا فوقاش كيديروا داكشي. بحال شي قاضي، نعطيك مثال السي عبد الله باش نوضح لك الصوره. دابا تصور واحد القاضي شديناه بالرشوه، قاضي لقيناه قيطي، واش غنقولوا عليه كان كيحكم الملفات، راه حكم 100 ملف راه اي قاضي رشاوي شدينا بالرشوه وراه صفى الملفات وحل النزاع حكام، ولكن ملي كنلقاو بالرشوه سالا النقابه صافي سالا فيلمو، هادو تشدوا تيقولوا الو شحال غنعطيو، هادو شي عاد عبد النبوي ان بتي مو، هادو راه كيتامروا لك باش ما يكونش عندك النقد، هادو راه كيتامروا عليك السي عبد الله باش ما ديرش الطعن، تصور طريقه الطعن كيعطيه هاد هو السي عبد الله، غنحبس معاك قبل ما نزيد معاك وغنمشي لك لواحد المقطع باش، وهذه السي عبد الله ما كنظنش غادي تختلف معايا فيها، شي من اخطر ما قالوا السي عبد الله ما عمري ننساها حتى تفنى الدنيا. جبدوا واحد هذا هو السي عبد الله من اخطر انواع البشر. شنو هو اخطر حاجه عبد الله؟ شوف انا نقول لك شي اخطر سلوك عند بنادم، انا المداوي، شي تقول عليا الزا، شي تقول عليا امك خالتك، هذا كيبقى عسبان كيعبر على اخلاق الانسان في كبر، تقول له لا شوف الشيء السي عبد الله اخطر حاجه هو النهار اللي كتكون عندك النيه واحد الانسان حر ومولى وليدات وغادي به الحبس العكاشه وانت صاحب. عافاك عبد الله لما تامل معايا فيها انت والاخوان، انا هنا كنسى بحال دابا خشيشن فين ما كان يا قانون جنائي واخا تختلف، لا حتى القانون الجنائي لا، ما تنقدر يكون خشيشن غضبان عليك، يقدر ما يتفقش معك وشوفك غادي للحبس وكيسكت. هذاك اخطر انواع البشر عندي انا ما نقبلكش تمشي للحبس، مواطن
فبالاحرى زميل المهنه وعندي بطاقه، وزميلك غادي تشيف للجوج، غادي للعرجات، غادي تحطو مع واحد مغتصب اختو، واحد كيجلسي بالليل، وانت صحافي كتبغي تشوف في المرايه وتقول انا صحافي. الصحافي بالعكس كيخرجوا يعبئوا. النقابه الوطنيه هذيك السيده اللي مع سميتها حنان، وخرجت كتعبئ عليا في اللحظه اللي الملف داخل المداوله، ومشات لواحد الموقع كتقول لهم اليوتيوب تصور على انواع بشر، تصور على بشر بما ماشي صحفيين. هذا هو عمق الازمه. الصحافه جاو لها ناس ماشي صحفيين. صحفي ماشي سميتك صحفي خدام في جريده، اشنو علاقتك بالمهنه؟ خاصك تكون حنين، تكون حقوقي، تكون كتنبذ الكراهيه، كتنبذ العنصريه، تكون انسان ما كتبغيش التسلط. شي ملي تبغي خوك يمشي للحبس انت ماشي صحفي، ما تدوخنيش. هادو كيديو بنادم للحبس. عبد الله هذا تيقول لك غنمشي يدير المحاضره بطاقه حيد، غادي مع الحكومه، هو الحكومه غادي بيك العكاش عاب شويه. هذا لا يشرفكش يكون زميل عبد الله. هذا ما نهضرش كاع دوزنا. هذا راه واحد بحال داك القاضي اللي شديتو رشاوي، واخا يصفي الملفات. شديت قاضي شاد رشوه، ما كنبقاش نقول لك صفيتي الملفات، ساهل النقاش ديالك. هادو تشدو قيطي يا با عبد الله، تشدو قيطي. وكنأكد لك ابا عبد الله والله حيت انت ما كتكونش معاهم. هذه هي حقيقتهم هاد الناس. أصحاب الشكايات لفائدة الصحفيين. وأشهد اليوم وأتحمل مسؤوليتي أن الجلسات اللي حضرت فيها على الأقل وساهمت فيها احترمت المعايير والشروط، ولم يحدث يوما أنها خرجت عن هذا الإطار طيلة سنوات. ثالثا، هذا راجل المغاربة، هذا راجل قسما بالله. ماشي هذاك الفيديوهات، طاح عندي فيديوهات اخرين في يدي وسبحان الله طاح فيا الفيديو ديال نجيم قوت. هو يعاود محمد نجيم مول قوت بغى يحيد ديال البطاقه باش يديني وهبي للحبس. مورا بدا معايا مول قوت. هذاك مول قوت هو اللي كيقول يوتيوبر، وهذا مول قوت مالو. هذا نجيم تيمشي لطنجه كيصور لك طنجه بحال دواعش، وكيبين لك الشراب كيشربوا، كيقول لك شحال هذه كان الشراب. مغاربه وعباد الله. دابا داك احمد نجيب قوت كيمشي يصور لك العيالات، شي مراه في الربعينات كيشربوا حاطين كيشربوا البيره. تيقول هكذا كانت طنجه. والشراب عندنا في قانون الجنائي السكر العلني، وعندنا ماده في اخلاقيات المهنه لا يجوز للصحفي ان يمجد الجريمه. السكر العلني جريمه، وهاد قوت كتمجد الجريمه. بقيت كنشوف علاش طنجه كانت فيها واحد الحركه نضاليه تضامن مع فلسطين. احمد نجيب ما كيحملش طنجاوات تضامن مع فلسطين، خصو يدوعشهم، خصو يبين طنجاوات دوعاشه. استقبلت واحد الاراء ديال الناس ووصيتهم كنقول لهم ما تخصوا الهضره، ما تقولوا ما لقاوها فرصه. قالوا يا هادي غنمشي للمهداوي هو كيضل يكتب عليا داك ناجي. وعمري ما نقدرش ندعي صحافي لا في اللجنه لا والله ما نقدر. سمع انا دابا هادشي اللجنه اللي قالوا عليا بلا ما نقول لكم شكون، والله الا اتعرض من المحبين لا غدير شكايه للمدير. وقال لك لا ما دارش عندهم سميتك. بزاف الناس كنقول انا كيفاش اشوف اخويا واش انا حماق، واش حنا ما عندنا عقل ما عرفتش نقدروا نكونوا حنا عاوتاني كنخربق. تصور غادي يدعيك اللجنه ويدعيك ويشكيك هو كيضل يكتب فيك. هذاك قود نجيب وشحال كتب عليا وشحال مره كيسيء لي، والله ما كنقدر. هو اللي لقاها فرصه كذا البطاقه باش وهبي باش داكشي مخدوم. من بعد غادي نجيكم الاسباب ولاتي. يجب ان اميز واحد القضيه في غايه الاهميه، اميز بين التسريب والنشر. التسريب قضيه في منتهى الخطوره خصنا نعترف بها، لانها تمس صوره ومصداقيه المؤسسات، وهي على كل حال سلوك مرفوض ويعاقب عليه القانون. ده المستوى الأول. أما نشر الوثيقة المسربة هذا أمر مختلف تماما، وفيه تباين في وجهة نظر على كل حال. هل من حق الصحفي أن ينشر وثيقة مسربة تتعلق بمداولات داخلية؟ طبعا المنطقي أن يكون هناك اختلاف في هذا الصدد. فمن جهة هناك من يعتبر أنه ليس من حق الصحفي بل من واجب الصحفي النشر في هذه الحالة، لأن خدمة المصلحة العامة كتولي هي أولوية الأولويات في هذا المجال، لأنه كتدخل في إطار الشفافية، في إطار الحق في الحصول على المعلومة، في إطار حق الصحفي في استعمال واحد الوثيقة اللي يحصل عليها، سواء كانت بغض النظر عن الوثيقة طبعا في إطار احترام القانون. ما يمكنش ننشروا وثائق اللي كتهم الأمن العام، كتهم مسائل اللي هي منصوص عليها بوضوح في القانون، بيد أن هناك من يرى غير ذلك. بالتالي هذه المسألة فيها تباين. واش من حق الصحفي ينشر وثيقة
مسربة أم ليس من حقه، هذا نقاش أقل أهمية من نقاش حول التسريب في حد ذاته. فلذلك أنا ما غاديش نجرم من قام بنشر الفيديو. صعب مهنيا، صعب أننا نتكلموا بهذه اللغة وبهذا المنطق. واللي أساسي بالنسبة لي هو هنا خصنا نفرقوا بين سلوك التسريب وسلوك النشر، وهو يندرج في إطار مهمة الصحفي كيف ما كان الأمر. رابعا، ما يمكنش نقبلوا بحملات التشهير والسب. بهذه النقطة السي عبد الله وقت جد موفق بدبلوماسيتك المعهودة مع ديما سيرك، ولكن أنا غنضيف لك السي عبد الله، نضيف لك بعض الأمور السي عبد الله، أو نميزوا واحد الحوايج. الوثيقة، هذه كلمة تسريب والنشر، معنى تسريب كتكون وثيقة مشروعة، مداولات مشروعة، والتصوير مشروع وتم تسريبه، أنا في حل المسؤولية. حنا السي عبد الله أمام حالة غريبة. واحد، الوثيقة المسربة ما عندهاش شرعية، لأن التصوير تم خارج القانون، ما تعلمت به أنا، ما تعلم به الدفاع ديالي. والغريب هذا اللي سميتو المرابط، شوفوا كيهضر مع ديك البنت ودار لها، بمعنى حتى بعض أعضاء اللجنة راه ما كانوش عارفين التسجيل. دابا السؤال، هذا المرابط شكون صيفطته؟ وزارة الاتصال. اش كيدير في هذا الاجتماع؟ ما هو عضو جمعية عمومية؟ ما هو؟ وشوف شو الحركة اللي غيدير الكاتبة بالضبط، غيقول لها زعما الكاميرا واش بمعنى كان كيصور المرابط، كيصور لفائدة شي جهة ما خارجية، وهو يونس مجاهد. وربما انا كنرجح شنو غيكون وقع. غيكون كنرجح قال لهم شوف غنصوروا المهداوي ودفاعه، وهذه الوثيقه غيعطيوها لشي جهه برا، شكون هي الله اعلم، هو راه عنده علاقات خارج. ملي سالي المهداوي خرج نحبسو، لان واحد اللحظه ديك الكاتبه الضبط، عندي واحد الفيديو، واحد اللحظه كدير ديرتها ملي بدات بحال اللي قالت ويلي نسات ما قطعتش ومشات تقطع وما طفالهاش. ومع من عندها منسقه مع هذا المرابط، شو المرابط كيقول لها شوفي الكاميرا، والخويا كيهضروا في المدير، شوف على منظر شوف شكون محامي زعما هذاك المحامي دوك المصدين شي حنكون مصرف شي جن واقيلا في شي طواليت ديال شي شو كي دار لها بصباعو، دار لها، واما كامل عام في التصوير، لانه خايد كيشوف الاخرى كتشوف، دار لها بيديها. اذا كان عندهم التصوير في حدود انا وعباد الله. سي عبد الله خلي التسريب لنا، اكبر جريمه هي هذه، كتصور الانسان. شي ملي كتصور الانسان وفق حمايه المرأة، خاصك تعلمني انا، يعني نقدر نحك انا في شي بلاصه، نقدر ندير شي حركه انا عبشر، نقدر نقول شي كلمه. انت اكبر جريمه الغدر هو هادشي اللي داروا هاد عباد الله، هما صورونا خارج القانون. جوج السي عبد الله، شنو كنشرو حنا، السر ولا العلن؟ الحاجه اللي علنيه واش غندير بها؟ الصحفي اش كيدير؟ ينشروا به الاسرار، ما كينشرش ما هو معلن. اذا السريه ماشي سريه، انا صحفي سي عبد الله، انت كتعرف هادشي اكثر مني. هادو اللي مشاو السي عبد الله السر، انت كنتي موفق السي عبد الله في معالجه الماده، غير كنضيف هذا غير خوا، هذا بغاو يتلفوا المغاربه. سي عبد الله شنو هو الحكم بيناتنا؟ 3 عناصر. واحد، واش حنا السي عبد الله احسن من فرنسا وبلجيكا وبريطانيا وهولندا وبرتغال؟ حنا قرينا المغرب بزاف ولا ياك بعد احسن منهم؟ الصحافه كتنشر المداولات اللي طاحت في الجرائم، ما كتنشرش مداولات عاديه. علاه كون كانوا دايرين مداولات عاديه غنشرها مالي هبيل، كون عندي جريمه كنشر جريمه. ملي شتي غتدخل في الحكم، شوف السي عبد الله، عندك جوج حوايج السي عبد الله عقل عليها، عقل على السي عبد الله لكل المغاربه. اي واحد لقيتيه تيقول على المهداوي يوتيوبر، ولقيتيه كيقول سريه ما تشرف، عرفوا مع العصابه. هذه قاعده. انا شوف المغاربه ما تلقاوش واحد يقول المهداوي يوتيوبر، ما تلقاوش يشكوا انه مع العصابه. انت اما المغاربه كاملين فاهم، حنا ولا عندنا دابا باش كنميزوا العصابه عبد اليوتيوبر، اي كيقول لك واحد دوزت انت مع العصابه. شي ملي يقول لك شي واحد السريه والتحريف وقطع، عرفوا مع العصابه، قولوا دوزوك، ما تبقاش تحمق راسك. علاش؟ حنا عندنا التجربه العالميه، ماذا وقع في ايبيزا، ماذا وقع في البي بي سي، عندنا تجارب، علاش نبقاو نناقشوا؟ عندنا الغرب، عندنا تجربه استقرت، سهله النقاش. حنا عندنا الصحفي كينشر الجريمه، كينشر الاسرار، شنو هي وظيفتي انا اللي ما نشرلكش هذه؟ اذا هذا النقاش كان الهدف منه هو تحوير، حيت واحد الوقيت تشدوا قيطي. والجميل هو ما قاله الزميل توفيق بوعشرين البارح، اروع مثال. قال توفيق انه الامام مالك، باش نذكركم، جا عنده شي واحد عراقي قال له ما حكمه؟ قال له بغينا نقتلوا الباعوض، ما نقتلوا الباعوض، الدبان شنو الحكم الدبان؟ قال له من انت؟ قال له من العراق. قال له انت قتلتي الحفيد ديال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتقتلوه قاعد الدبان. يعني نتوما شوف الكبائر، نتوما غتدخلوا في القضاء، انت غتتبع دين ام بنادم وغتشردوا في الحبس. عاد حنا نبقاو نشوفوا التسريب ماشي التسريب، حتى عندك جرائم دايرها اداره،
ولا ما نشرناش حنا هاد الجرائم كنديروا. كاين اللي تيقول لك وجهه مكشوف، هو راه معروف خالد الحري، الا درتي له غطيتيه عارف الحري، اعضاء اللجنه معروفين، واخا دير له وجههم ضرقين كتضر لك شي واحد ضحيه لان قالت البراءه، هذا اش غضر فيه؟ هذا راه مسؤول، كتعطيه اداره كتقول ما المغاربه شوفوا ادارتكم كي دايره. راه هكا هذا هو هكذا تجري المداولات ضد حميد المهداوي، وهكا تختلف السياقات والاساليب، هكا كيتكرفصوا عليا بهذه الطرق. كي حنكون نصرفوا شي جن وقيله في شي طواليت ديال شي دخلنا عليك بالله دابا هذا لقيتو مع انا درت المرابط عاود الجن. شوف شكون صايب هذاك الواحد من دوك المصدين شي حنكون نصرفوا شي جن وقيله في شي طواليت ديال شي دابا هذا هذا اللي من كينتامي اش من صحافه. واخا نكملوا مع السي عبد الله. الإساءة التي طالت أعضاء لجنة الأخلاقيات والقضايا التأديبية من طرف البعض، لأنه هادو أعضاء لجنة على كل حال أشخاص محترمين وقدموا أعمال مهمة لفائدة المجلس الوطني، وإن اختلفنا معهم في محطة من المحطات ما يمكنش يكون هذا مبرر باش نشنوا عليهم حملات تشهير، وبالتالي كنصبحوا. لا هنا السي عبد الله كنختلف معك. شوف السي عبد الله، كلمه تشهير تقرن بالضروره بوجود كذبه. نعطيك مثال بحال الفصل 447. علاش المشرع ما تيجربش التشهير؟ التشهير غير نتيجه فوكاش الكذبه، كنكذب عليك باش نشهر بك، بث وتوزيع وقائع كاذبه. علاش؟ بقصد التشهير. دابا حنا عندنا جرائم ابو عبد الله، هذا هنا ما كتدخلش في اطار التشهير، لا يشهر بهم. هادو جرائم واحده الاولى. جوج السي عبد الله، المسؤوليه ملقاة على القضاء المغربي. تصور القضاء اللي فتح بحث مباشره، راه الناس يحب بعيد. انا ما كنتفقش شي اساءه او شخصانه او يمشيو لهم وليداتهم، انا مع هاد الثقافه السي عبد الله، ولكن السي عبد الله النقطه اللي خصك تعطيها قوه. شكون يساهم الا كنتي كتعتبروا استهداف ليهم؟ هو القضاء. لان المغاربه اش كيوقع لهم؟ يشوفوا القضاء ما تحركش. دائما العداله الخاصه كتنتعش ملي كتغيب العداله العامه. علاش كنقولوا القضاء المغربي مؤخرا عندنا خطوره؟ كيجي واحد تيقول لك وكيل الملك ولد العاهره. تصور وكيل الملك، وكيل جلاله الملك اللي غيحمي المجتمع من الجريمه، كيجي مواطن وهذاك الوكيل كيدير الحبس، كيجي مواطن تيقول له انت ولد عاهره، تيقولوا انت وسيط في الدعاره، انت كتمارس الوسيطه في الدعاره، تيقولها المواطن. كنجي انا المهداوي كنقولها عرفها المغاربه، والقضاء ما كيتحركش مع ذاك المواطن. علاش كتحاسبوا الناس؟ اذا ما بقاوش الناس يحترموا القضاء ولات العداله الخاصه، خصكم تحملوا مسؤوليتكم. ما معنى تقول حتى العامل صاحب جلاله ولد العاهره، اولاد العاهرات مسؤولين ولاد العاهرات، تقول على وكيل الملك كيلعب دور الوساطه، وسير كحط شي على وكيل الملك، وهذاك اللي كيقول على وكيل الملك كيلعب الوساطه ولك كيتباوردك في المغرب وكياكل لك فتهنه والطاجين ويحيح ويتصور لك مع لطيفه رأفت ويتصور لك مع وكيتعتبر بطل. وهاد المسؤولين اللي حامين البلاد ابناء عاهرات. شوف وصلنا في الدوله المغربيه كتقولها الوكيل الملك وكتقولها الرئيس الاول. انا تلاقيت كنقول لهم كيفاش بغينا نفهموا واش هادو الامور كتلقى. علاش القضاء بقى واقف؟ شنو المشكل؟ بغينا نفهموا فين كاين العيب. هاد السيد منين جاي بقوته انت عندك القانون، عندك سيدي ربي عطيك القوه وعطيك امانه ومؤدي القسم قدام جلاله الملك ومعينك جلاله الملك، معينك حتى شي مسؤول اخر. انت عندك الولاء خص يكون لجلاله الملك. تقول لي انت القاضي ولد العاهره في غادي بهاد البلاد غدا كلشي غيتهز، وتشد واحد كاتب فلسطين مغربيه هذاك دير الحبس، واحد كاتب بغينا التعليم شي الحبس، ووكيل الملك ولد العاهره وكيل الملك يلعب الدعاره والعداء وسيط. وكيل الملك وسيط. وقلتها انا المسؤولين القضائيين، قلت له راه قال عليك السيد الوكيل، قلت له قال على زميلك كيلعب وسيط في الدعاره. شنو هذا الشيء؟ شنو ما تهضرش؟ شوف فين وصلنا. اذا السي عبد الله خذ هذه النقطه مني، لو تدخلوا حيت البشر داير بحال هكا حنا ما كنقبلوش، ولكن خذ هذا الشيء بعيني. القضاء ملي ما كيتدخلش البشر كيحس براسو ما محميش، كيبقى يخرج داك الشيء ديالو. تصور معايا يخرج بلاغ في البلاصه والتدخل، كان المجتمع ما يقدر يكتب حتى شي حاجه. هما اذا شكون اللي ساهم في هذا الشيء الكتابات؟ هو عدم تدخل القضاء السي عبد الله. جوج السي عبد الله، خذ نقطه اخرى. المعنيين بالامر واش اعتذروا المغاربه؟ ملي ما كتعتذرش كتحرشن بالدارجه، كتغدد، كتخلي الاخر يزيد يدوزي معاك. السي عبد الله هذوك اعضاء اللجنه اللي بانوا في وثائق كان خصهم يعتذروا للمغاربه. هما خرجوا داروا واحد اعتذار مشوه وداروه للمحامين وعطاو انطباع للمغاربه انهم حقاره، حيت المحامين منظمين المحكمه. انتم المغاربه عاودوا لباباكم، انتم الصحفيين عاودوا لباباكم. هذاك هو الاعتذار. هنا الناس زادوا جعلوا عليهم. اذا عقل السي عبد الله جوج الحوايج، القضاء ما تدخلش هذا مشكل، جوج المعنيين بالامر ما خرجوش.
اذا هما ما خرجوش عاجبهم داك السب والقذف. الناس قالوا عاجبكم السب والقذف، كاين واخا انا ادين السب والقذف، ولكن خصنا نحلوها من هذه الزاويه. اننا كندوا بما اعتبرناه اساءه وتشهير في مضمون الفيديو، وفي نفس الوقت نقترف نفس الفعل ونفس الجرم بالتشهير بالاعضاء ديال اللجنه الاخلاقيه. بالتالي هاد المساله كان لابد نديرها، وسمحوا لي نعلن على التضامن ديالي مع الزملاء اللي تعرضوا لهذا التشهير. طيب ما الذي والسي عبد الله، وواحد كتب لي ميساج من بعد هذا الزميل رئيس لجنه الاخلاقيات، كتب لي ميساج كيهاجمني فيه، دار واحد الميساج من بعد زعما ملي شافني قلت له راه هجم عليا. علاش السي عبد الله؟ هذا راه قال الزا عبد الله ابا عبد الله في مكان عنده حرمته والمداولات ابا عبد الله. قال الزا عبد الله عافاك لما نوقفوا عند انا شوف السي عبد الله، انت كو حضرتي ما غيقولوهاش، انا نقول لك انت كتشد عليك، انا باقي في موقفي معاه، انت كتشد على. لكن السي عبد الله كيقول الزا عرفتي با عبد الله اخوش كيدير، كيجلس مع جهات خارجيه. با عبد الله حنا سميناه التنظيم الذاتي، بغينا نكونوا مستقلين، ومعنا واحد كيتكونيكطا مع جهه، وحنا شكون فرعنا في المغرب السي عبد الله، وفرعنا الاحزاب وفرعنا الصح، وهو جهه اخرى كتحكم فينا. اللي فرع البلاد هو التدخلات، واليوم عندنا وثيقه بالصوت والصوره، التدخل في الصحافه. اش من تنظيم ذاتي، اش من تنظيم ذاتي نكذبوا على بعضياتنا؟ واش اللي تدخل اليوم في الصحافه غدا غيزقلها؟ وراه سميتها سلطه رابعه. واش من السلطه يخليك دير سلطه؟ واش اللي تدخل في الصحافه ما يدخلش في القضاء؟ دابا الجهه اللي تدخل في الصحافه ولا تدخل في القضاء وتدخل في البرلمان، تدخل في كل شيء، ما لا تدخل عهله، ومادام ما عندها القدره تدخل في الصحفيين بانت بالتالي ودخلتها في جهات اخرى. كيدير تبنيات السلطه وسميتها سلطه رابعه. شو يبغيك تكون سلطه رابعه؟ سلطه على من مستقل علينا ولا ما يقبلكش؟ وهو فيديو اليوم جابوه الله للمغاربه، فيديو الو شحال نعطيوه، شحال نعطيوها عباد الله، شحال. وتصور هذه شنو وقع فيها الحكومه تمشي بحالها؟ لا حكومه مشات بحالها، لا وزير مشى بحاله، لا قضاء تفتح، حتى حاجه. الكل يراهن على الوقت ليطوي هذه الفضيحه. والله لا تطوات، والله ما تطوي هذه غير تدخل. اليوم غدا العام الجاي 10 سنين من 100 عام دير اللي درتو. حيت حنا كنعرفوا المغاربه عندهم واحد الذاكره خطيره، الناس غالطين فيهم والله ما كينساو. والمغربي عرفتي المغربي في شكل المغربي تيبغي الصوت والصوره، ولهذا حتى شاف المغربي الصوت والصوره سلام معاك والله واخا دير اللي درتي صافي. المغربي تلكت عنده صوره صافي. المغرب شي قبل مهداوي كيهضر لا دابا جبتي له صوره هاك تفرج صافي ما حدث. وهنا اسمحوا لي نعود الى رزنامه الوقائع. بدا صعيب نقول بدا، ولكن على كل حال الزميل حميد المهداوي تقدم في الآجال القانونية بطلب تجديد بطاقة الصحافة المهنية التي حصل عليها بشكل عادي طيلة السنوات الماضية. منهجية عمل لجنة منح بطاقة الصحافة المهنية كتتم على الشكل التالي: هو أنه معالجة بطاقة الصحافة من طرف أعضاء اللجنة، بطاقة الصحافة منح بطاقة الصحافة مقسمة ما بيناتهم، وبالتالي هناك من هو مسؤول عن النظر في ملفات الزملاء العاملين في القطاع السمعي البصري، هناك اللي مسؤول على الصحافه الالكترونيه، وهناك اللي مسؤول على الفريد. اللي ما يقولوش عبد الله نقول لكم اللي مسؤول على بطاقه الصحافه الالكترونيه هو خالد الحري، هو مول المشاكل. سير السي هو خالد الحري وعلى الشرفيين، وهناك اللي مسؤول على اول مره والصحافه المكتوبه. وبالتالي لما كيتحل الملف الطاقم التقني ديال المجلس الوطني كيقوم بإحالة الملف حسب التخصص. من بعد ما قدم الزميل حميد المهداوي، نقول لكم واحد الفكره مؤلمه كانت كتجيني الاعصاب، ولكن كنتفكر القضاء الاداري. قضاء انا والله ما كيهمني الحري والسلهامي، اشوف والله ما كتهمني هذه البطاقه. انا المغاربه كنقول لكم دائما اللي كيتبع القانون، انا ما يهمني هو القضاء. الشيء اللي عطيتيني القضاء نطمئن على البلاد، اعطيني انتخابات مزوره، اعطيني خالد الحري يعيط التليفون، حيت القاضي في الاخر يجمع كل شيء. راه لا ما عندكش القضاء مستقل وعادل، والله وتبني في الطرقان، والله ودير لجنه التنظيم الذاتي، ودير استقلاليه النيابه العامه، والله ودير اللي درتي، واحد النهار يوقع لك حيت القضاء. الفريلانس وعلى الشرفيين، وهناك اللي مسؤول على اول مره والصحافه المكتوبه. وبالتالي
لما كيتحل الملف الطاقم التقني ديال المجلس الوطني كيقوم بإحالة الملف حسب التخصص. من بعد ما قدم الزميل حميد المهداوي قام بإيداع الطلب ديالو على المنصة، لاحظ أنه وقع تأخير في الرد على الطلب ديالو، وفي علمي أنه اتصل مرارا بالمجلس الوطني الصحفي يستفسر حول مصير الطلب، وفي تقديري أنه حسب علمي لم يتلقى جوابا مقنعا، وبالتالي اتصل بي بصفتي رئيس لجنة منح بطاقة الصحافة المهنية يستفسرني حول المآل ديال الطلب. بحثت في الحالة وتأكدت بوضوح وبواقعية أن الزميل المهداوي استوفى جميع الشروط، وبالتالي لم يكن هناك أي مبرر للتأخير، وقمت بالاستفسار ولم أتلقى جوابا مقنعا. وانتظرت عدة أيام، لكني اضطررت نتحمل مسؤوليتي بصفتي رئيس لجنة منح بطاقة الصحافة المهنية بأن طلبته من طاقم. والله خوتي المغاربه ما خفت نبالغ، شي هاد السيد والله تا رجل دوله. دابا فكرني في شي حوايج كنت كنعيط له الا عندي مصائب، وحق الله العظيم يتصرف بمنتهى الحكمه. حميد شوف غنقول واحد القضيه نساها وشوف واش تفكر. عقلتي يا سي عبد الله واحد المره جبت لك واحد المعلومه في التليفون، قلت لك السي عبد الله مالكم معايا؟ قلت لي شنو كاين يا حميد؟ قلت لك السي عبد الله راكم كتبحثوا ليا، قلت شي مره درت شي تصريح على البطاقه والبطاقه ما عندي ما ندير بابها، وبداو كيصاوبوا لي المخطط من ديك الكلمه. وعيطت لك عبد الله وقلت لي السي حميد هاد الامور ما كانت ماشي نفيتي تما عرفت الحق. انت قلت لي حميد ما كنناقش هاد الامور، والسي عبد الله تصور شحال كنت كنضغط عليه الى جاي كنقول له تيقول لي حميد لا راه كتعاجل الامور، ما كانش كيعاودها بهذه الطريقه. يعني هو كان كيضرك ماشي كيضرك على خالد، كان كيحافظ على المؤسسه. هذا البقال قسما بالله حميد لا الامور راه غادا راه كتعالج اخاي، صبر اخاي صبر اخاي صبر. هو واش كيعاودكم دابا دار مراسله، يعني هو كيبان مقلق ما تفعلوش معاه حقروه. شوف خوتي المغاربه تقني للمجلس بأن يقوم بتحويل الملف. وباش ناكد لكم هذه المعلومه، شكون اللي كيتبع حلقاتي غيعقل. واحد النهار درت واحد الحلقه جوج وقلت واحد المعلومه في فيديو. قلت لكم دابا الحموشي الا انتقدتو واش ما غيعطيونيش بطاقه ديال لاكارت ناسيونال؟ لا كتعطيني لاكارت ناسيونال واش عندي جوج تصاور، واش عندي شهاده سكنه، واش عندي عقد زياد، ما عندهاش علاقه ننتقد المؤسسه. انا ديك الساعه كنت كنصيفط رسائل اللجنه المؤقته. اغلب مشيتو في هذه المسطره ديال ما عندي ما ندير البطاقه تحيدوها ليا، لا البطاقه تعطيها لي على ضوء واش عندي السيليسيس، واش عندي الاجر الرئيسي، واش كذا. ما تمشيوش الاتجاه. هما عاقوا هنا. من بعد غيجي احمد نجيب الشكايه الثانيه، عاد غادي شكايه هنا غيبداو بالشكايه. يعني كان مخطط هذا الشيء مخدوم. سمع. وأشرت بالموافقة عليه، وانتقل الملف من مرحلة قيد المعالجة إلى الموافقة. اللي حصل أن زوجة الزميل حميد المهداوي. قبل ما تكمل الساعه انا بغيت نهضر مع القضاة. بغيت نهضر بشي طريقه مع القاضي بقوه ويكون فيها الاحترام، حيت انا ما عنديش مشكل مع خالد الحريري السلهامي. انا القاضي انا كنخاف على الدوله لا كان القاضي ماشي يمشي خالد ويجي خالد. والقاضي ملاذنا وحصن العدل اساس الملك. عرفتي نهار يكون القاضي عندك دابا تصور القضاء الاداري مشيت عنده كنتعصب، مشيت عند القضاء الاداري وتايق في القضاء وحطيت لك مطعن عندك تنقول لك القاضي هادو راهم مزورين، راه داروا مقبول وداروا كذا. ها القاضي راه من حقي في الشهود، انت محكمه اداريه بس. عيط البقالي قال لك البقالي عقلتي هو في الاستئناف قالوا وحيث ان يوجد في الوثائق ما يفيد ولا داعي استعاده ساعه البقالي. والابتدائي ايش قال لك؟ الابتدائي كنتعصب دابا باسم جلاله الملك محمد السادس الله يشفي فيه. محمد السادس بسميت الملك اش كتب لي الحكم القاضي. وهذا دابا كي غنديروا في هذه المعلومه السي القاضي ما تعطينيش البطاقه القضاة وديروا اللي يعجبكم دابا بكل احترام ليكم. وعلاش ملي كنت تايق فيك وكنتالم انا واسرتي تمرضنا ويجي عندك انت قاضي ما عنديش معك مشكل، ما عندي معك نزاع. حكم بالعدل. عطيك ربي عطيك الله رساله قضاء. انت قاضيه سيد الرئيس، وعندك جلاله الملك انت عطيك ظهير. وكنجي كنقول لك هاد الناس راه داروا مقبول هادي عيط البقالي وجبت لك البقول فتي الشهود السيد الرئيس القاضي الاداري وجا استئناف وتا استئناف ايد. ومن بعد كيجي الشرعي واخباره وداك يقول جي المحكمه الاداريه تؤيد داك الشيء مفروش. دابا السي القاضي الاداري راه كيتفرج في البقالي كي غتحس دابا يلاه كنت كنقول لك انا وقصدتك. وغدا نتلاقاو عند سيدي ربي الحبيب الله ما نزقل شي واحد امام الله. علاش؟ لان الضرر كان عليا نفسي كبير.
انت قاضي جيت عندك حكم بالعدل، واش ما عنديش حق في الشهود؟ الشهود كاين في المسطره، اش ما تجيبش؟ واش قلت لك جيب نجاة عتاب وجيب شي واحد خارج الملف؟ هذا رئيس اللي كيعطي البطاقه، اش يقول لي واش عطيتي ولا ما عطيتيش؟ لا استبعاد البطائق. جيب لي الصحفي عطاو لا استبعاد. وكنا كنهضروا على الضريبه في ابتدائي في الاستئناف، ملي شافوني فحمتهم في الضريبه جات المحكمه السيناء مشات لي عطيني ستاتوي. وعندي خالد الحالي تيقول لي تابع المحكمه، راه تابع دير مو في المحكمه والمحكمه ما حاكماش. شنو هادشي؟ والسي عبد النبوي المحترم اللي ما فتحتيش صيفتيش لجنه بحث في هذا الملفات دابا ما تقوليش دابا التقاضي عادي. لا 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 لا، عندنا تصريح. دابا انت السي عبد النبوي المحترم خاصك تصيفط لجنه، خاصنا لجنه ديال التفتيش في هذا الملفات المهداوي، سواء في المحكمه النقد هذاك الملف ديالي مع وهبي بان قال لك انا تابع ديال مو في المحكمه، بان هو ها شاهد. واش بقى؟ ما نفتحوش بحث في هذا الشيء؟ غنمشي عند القاضي الاداري. اسمح لي الاستاذ، ملي جيتي لنا تا ستاتوي، ملي جيتي درتي شي مقارنه، القاضي اهم حق تيحافظ عليه هو المساواه بين المغاربه. علاش القضاة المغاربه الاداريين ميزتوني على الصحفيين؟ ها هو غيقول لكم السيدي بحالو بحال المغاربه. وقلت لك السيد القاضي راه ما عندوش قانون داخلي، وقلت لك بحالو بحال المغاربه. انت القاضي ما جبتش ملفات، ما جبتي شهود باش حكمتي بالتزوير اللي عاطيك اللجنه المؤقته. هما مزورين وبانوا مزورين. كيفاش هذا القاضي الاداري اللي قالته اللجنه اوكي وعا مزورين؟ يلا شنو شكون اللي كيتدخل في هذا الشيء؟ مع انني كنتحفظ على بعض الامور، لان مجالس امانات والله نعاودكم ماذا رايت نحطها في دائره من حقي نشك. كان عندي ميل في المحكمه، دخلت شفت شي حاجه نقولها، كنت نتحفظ. علاش سيدي؟ علاش هذا الظلم؟ علاش ما نقدرش نظلم؟ انا دبان اخويا، نظلم بنادم بعيد عليا ما دار لي والو. عندك مشكل بينك وبينه؟ انا اخويا قال لي جلاله الملك تعلمون ان الحكام تصدر عنكم باسم جلاله الملك. اذا كان الحكم ظالما فعليكم اثمه واثم من عمله واثم من صدر الحكم باسمه. اما اذا كان الحكم ظالما فلكم. انا عاود لك السي عبد النبي واحد الواقعه ما عمرني ما عاودت نعاود لك دابا. يلا حاول ما نفتحش شي بحث فادي. شوف لقيتيني كذاب، كنت عصب والله. دابا مشيت واحد المره للمحكمه 29 يوليوز عيد العرش، المغاربه فرحانين بعيد العرش، واحد عيد وطني. المهداوي بوحده في المحكمه، فتحوا الباب المحكمه على ودي ويلي القاعه لقيتها مسدوده. قالوا لي كاينه غنته. دخلت عند الرئيس لقيت واحد السيد اكس موظف في المحكمه قال لي راه غريب هذا الشيء. قلت له مالك؟ قال لي انت ذاك القاضي اللي حكم عليك بعام ونص 150 راه هو اللي جايبه لك. قلت له فين؟ واش درت شي جمعيه عموميه؟ واش؟ قال لي بلا ما ندخل معك في التفاصيل، شي واحد لقيته تما في النواحي ديال المحكمه موظف. قلت انا هضره خاويه مصر والذي لا رب سواه. هذه كتبقى هضره ديال داك السيد. واخا دخلت لقيت داك القاضي اللي عطاني عام ونص. عرفتي ملي شفتو شنو وقع ليا؟ لان داك القاضي ماشي ظلمني لواحد الظلم خطير جدا. عام ونص وداك القاضي فاش انا قلبت له احكامه كيعطي التعويضات 2000 درهم. عرفتي الناس الضرب والمصيبه لك حنا كيعوضهم ب 1000 درهم. جا حتى الوزير العدل اللي لاباس عليه وخدا من صحفي 150 وليداته جاي من الخليجات وعطاها لذاك القاضي اللي وزير في الحكومه. دابا القاضي خصو يحمي الصحفي اللي يهشيش الحلقه الضعيفه، المواطن هو اللي يقويه ويعاونه. لا حتى لا غلط، لا الوزير اللي لاباس عليه وكيجلس في المجلس الوزاري مجلس الحكومه عنده الثروه محامي، خدا الفلوس داك الدرويش اللي جاي من الخليجات بطاقه وكبر وياخذ له 150 ما عندوش وغيعطيها للوزير العدل باش يحقق العدل. هو عط 150 مليون ما كاين مشكل. ارى السيد القاضي نقلبوا لك احكامك واش مولف كتعطي الناس 150؟ لا كيحكمها ب 2000 درهم. 1000 درهم يا ومالك مع المهداوي ما ومولف انت شي واحد قال له وزير عام ونص الحبس، عام ونص الناس ما خلاوش قالوا شهر موقوف التنفيذ. الناس كيعطيو مع شهر موقوف التنفيذ داير المصاري. هذا صحفي وعندي الورق وعندي الوثائق وكل شيء عندي. والله الا درت لك شي خبره، والله لا جاب شي شهود. وكيفاش هذه المحاكمه فيها المحامي والمحامي يهضر تعيا والقاضي راه كيسمع كيكتب وملي كيجي رفض جميع الطلب. كيفاش هذا الشيء؟ كيفاش؟ ودابا ما كاين مشكل. ايضا ذاك القاضي من حقي انا بشر تعتبره ظلمني، يعني ثقتي تهزت فيه. واهم عمليه في التقاضي هو الثقه في القاضي. ما بقاش كنثق فيه ظلمني عادي. انا كنقول له هك ولقيته في التعليل تيقول لي هك بلا ما نرجع لكم داك الشيء ديال الرسوم. كيقول لي في الرسوم شنو المغاربه التعليل واجي بغا دابا يديني دابا حيت وهبي ما مخلصش الرسوم والله ما مخلصهم الله شاهد عليه. كيقول لي وعندك ديك وانا اللي كاينين بها وهبي عندك الشكايه الشاكيه به راه سرقها باش انت ما بغاش تشكي به ما بغاتش وهي مستوي واخا وانت شغلك كصحافي في الفلوس خلي داك اللي كيحصل هو اللي يتابعه. واحد البوليسي ما بغاش يدير محضر لواحد حرق الضوء الاحمر واش ما كاينش غالبا لا ماشي شغلك. واخا وشكون اللي كيحصل واش هو وهبي ولا والو؟ واش انا شغلي انا عندي لونطيط فيه وهبي؟ شوف على تهليل المغاربه وكتمشي للحبس. شوف 2025 على قاضي تيحكم لك بهذه الطرق اذا خصو يديك الحبس وصافي. بقيت كنشوف
وقفت قدامه وداك التعليل قدامي. شنو قال لي القاضي؟ قال السي عبد النبوي بغيتك تفتح بحث في هذا الشيء. قال لي تي عاشتو وقع لي بحال شي، ما بغيتش نعطي واحد المثال باش ما يتساعش، شي وحده مثلا بحال شي كتزوج شي وحده تكرفس عليها شي واحد، ما بغيتش نقول داك المثال، بحال راه وقعت واحد السيده انتحرت، عقلتو داك اللي تعدى على شي مراه وانتحرت، صوره نفس العمليه شعرت بها، بحال شي واحد تكرفس عليك وانت خاصك تثيق فيه، بحال الزواج انت راك اغتصبتي شي واحد الانسان، ما كنقولش القاضي اغتصب، عطيتكم صوره بحال شي واحد اغتصب شي بنت ونضتي زوجتيها له، راه المغتصبه ديما اعتبر تصدقت انتحرت. انا بالي داك القاضي ظلمني، فمنين ظلمني ما يمكنش صافي فقدت ثقتي، غنبقى نهضر لك دابا. قال لي شوف اش دار لي، جالس هو قال انا تحت رقابه وكيل الملك والكاتب الضبط. وكان واحد المراه اللي كانت بوحدها في القاعه اللور، قال لي مهله دير الدفاع ياك؟ قلت له لا سيد الرئيس. قلت له واخا ندير الدفاع، قلت له راه درنا الدفاع في المحكمه، عيا الدفاع ديالي به هضر ودنتيني، ما قلت له الدفاع ما عنده حتى قيمه، واخا نعيا نجيب لك الدفاع والذي لا رب سواه. قال لي بديتي معايا بدايه خايبه، هكا جاوب، قال لي بديتي معايا بدايه زعما تيهددني، بديتي معايا بدايه. قلت له سيدي، قال لي غدير الدفاع، قال لي واش طلب لا، قلت له شوف، قلت له انا ما عندي حتى اراده، هي الكاميرا، قلت له ما عندي حتى اراده، ما قلت له انا ما لا اوجد هنا، قلت له واخا نقول لي قلت ما عندي حتى شي قيمه، والدليل انا دوزت معاك في الملف الاول، وانا جبت لك الادله، وعباد الله ما كاين لا خبره، ما كاين لا شهود، ما كاين عموس، واش بقى نزيد نطرافق قدامك؟ قلت له دير اللي بغيتي، تيقول لي لا مهله الدفاع، قلت له لا انا ما قلت له ما قلتلكش انا ندير الدفاع، قلت لك دير اللي عجبك، كاين فرق، قلت له دير اللي بغيتي، قلت له ما تقولش انا قلت لك مهله باش نجيب لك الدفاع مره اخرى، قلت له لا بقى كيشوفك، قلت له لا. واحد اللحظه هو يدور عند القاضي، عند كاتب الضبط، قال له مهله لاعداد الدفاع كذا، قلت له سيد الرئيس انا ما قلت لقيت كيهضر، ما جمع الكتوبه ديالو وخرج. جيت عند كاتب الضبط قلت له قرا عليا خويا شنو كتب، هو يقرا عليا مهله، قلت له تشهد بالله، قال لي انت ما قلتيش، قال لي لا ما قلتيش، يلا والذي لا رب سواه. طلعت عند رئيس المحكمه، قلت له سيد الرئيس دابا هذا السيد غيحكم عليا، عطاني عام ونص، ظلمني، عطاني عام حكم، قلت له دابا انا قدامي كيحرف واقعه، قلت له انا ما قلتلوش الدفاع، كاين فرق، علاش تقول مهله الدفاع؟ ما طلبتكش الدفاع، وهذاك المطالب بالحق المدني علاش عطيه فرصه يجي يا خويا يحكم، دابا بغيتك تحكم عليا بلا محامي، ما بغاش. قلت له كيفاش سيد الرئيس، كيفاش هذه قدامي، وعلاش هذا الرئيس دار معايا هكا، علاش ما طلبتوش الدفاع ولا لا؟ وطلبت له، قلت له سيد الرئيس هاش وقع، شكيت له، بان الرئيس على انه ما عجبوش الحال وعبر على، لانه اكيد غيكون بحث وتلقى كلامي صحيح، ما يمكنش. من بعد عاد جاوبوا قاضي اخر، لان ذاك القاضي راه ما يمكنش حرفتي واقعه قدامي وتحكم عليا. علاش مشيت للمحكمه الزجريه، مشيتي للمحكمه الاداريه؟ شنو كتعني هذا؟ واش خليل الحري؟ واش حنا دابا شنو واقع في هذه البلاد؟ مالكم معانا؟ توقف قدام القاضي وتايق فيه وكتناقش في سيد، كتقول له سيد الرئيس ومعك المحامي والمساكن، هل يسامح في قضيه اللي يجي من الاخرين؟ كلنا تايقين في واحد القاضي، كتبقى ترافع، ما كاينش. اش كيقول لك القاضي؟ كطلب شي طلب تيقول لك حنا غنناقشوا، وفي خضم النقاش الا بانت لنا الحاجه الشهيد حتى كيديك عامي مشى، ما كاين لا شهود لا والو. وعباد الله انا باقي ما تفهمتليش 2025 في الدوله المغربيه عندها ما كتقدر تحكم على بنادم مع محامي، ما كاين لا خبره لا مواجهه لا شهود لا تصنت حتى حاجه. اش من القضاء؟ كيفاش هادشي كتحكموا على المغاربه بحال هكا؟ كيفاش انا صحفي وتحكم عليا بهذه الطريقه؟ جيب الشهود والله لاش تجيب. ما معنى انت ما كتبغيش تجيب المحكمه الزجريه، ما تبغيش تجيب اوزين، وانت المحكمه الاداريه ما تجيبيش عبد الله البقالي، بمعنى انتم بجوجكم باغيين الادانه. علاش اللي كيكون باغي البراءه راه كيجيب شكي؟ شوف القاضي عمل الاجراءات ديالو يبان لك واش كيقلب على الحقيقه ولا كيقلب على الادانه، وباين القاضي من الاول ملي يرفض لك الشهود عرفوا راه غيضربك غادي بك الادانه، وباش كي غندير ناخذ هاد البراءه؟ هو الشهود ديالي حيدتيهم لي، واش انا جبت لك؟ وهذا راه وزير عباد الله، اوزين قال المهداوي وكنعيط المعني بالامر وهو ما كيجاوبش، ما نخدموش، وعندي قنبله وتقول لي وطني وكون وطني، علاش حيت وزير؟ والسي رئيس المحكمه الاداريه راه كندعيك استدعاك البقالي، وجيب لنا البقالي قال لك يوجدوا في الملف، اش عندك في الملف؟ عندك قارنتي مع ملفات اخرى؟ لا ما عنديش. وكيفاش السي دابا شوف، لا القاضي الاداري ولا القاضي الزجري بجوج محاكم مختلفه، علاش بجوجهم واش توافقوا ولا شنو؟ انا كنقول السي عبد النبوي هذا الملف لا خص فتح تحقيق في الملفات ديالي في المغرب، اجو شنو وقع في هذا الشيء؟ انا شنو وقع؟ قول لي هاد الملفات علاش حكمتوهم بلا شهود؟ ها هو دابا حقيقه. سمعوا السي عبد الله، سمعوا. مشات المجلس لسحب البطاقه الجاهزه، وفجاه اتصل بي الزميل حميد المهداوي بالهاتف
ليعرب لي عن استغرابه من أنه تم إلغاء الموافقة وأعيد الملف إلى مرحلة قيد المعالجة. ايوا هاد التلاعب بالمعطيات، هاد الزوير يلاه السي عبد النبوي المحترم السي بلاوي، ايوا انت رئيس اللجنه واش ماشي مسؤول؟ هذا عضو لجنه تنفيذ حزب الاستقلال يتحدث عن تلاعب بمعطيات بالعلالي. قلتها لكم شحال قلتها لكم، وانت هي المحكمه الاداريه وحيث ان الطلب عرفتي كيبقاو شي تعليلات ما عرفتي راه ما عرفتي. دابا انا حاجه اللي كتدوخني هي اللي ما كنلقى لها جواب. دابا انت القاضي السي عادل اي تعقى ابتدائي اللي عطاني عام ونص، انت السي السعداوي وديك السيده اولا القاضي الاداري. انا سؤال لكم، انا كحميد المهدي فين قصدكم؟ فين اديتكم؟ فين ظلمتكم؟ فين كتبت عليكم؟ علاش؟ انا بغي باش نفهم. نقدر واحد القاضي كتبت عليه شي نهار، حنا بشر يقدر تجيبك عنده الصمته نورمالمون ما خصوش يدير هادشي، ولكن بين قوس دابا هاد القوطاش ما عندي معاهم حتى حاجه. علاش ظلمتيني؟ علاش؟ ودابا انت عندك شاهد، هذا رئيس لجنه البطائق تعطيك شهاده يا القاضي الاداري تيقول لك جميع الوثائق اللي عند المهداوي هما اللي عند الصحفيين. وعلاش ميزتوني وقصدت القضاء الاداري؟ وانت السي ذاك الوزير نقول عليه شي عباره، هذاك اللي سميتو بن سعيد قال لهم القانون جديد وفيه الطعن، وهو الطعن دابا كتمشي للمحكمه الاداريه بقات في الطعن سير طعن في المحكمه الاداريه. والله كان سميتك المهداوي لا ولا شنو الطعن؟ فاش فين واش عندنا الطعن؟ كيقول لهم مشروع جديد فيه الطعن وهذا ولا القديم فيه الطعن، وحنا كنمشي للطعن كتقول له جيب لي البقالي، والبقالي رئيس البطائق عام، والمحكمه ما كتعتمدش على الشهيد، على رئيس لجنه البطائق اللي عطى البطاقه استانسي بروايته وعاديروا معنا عشويه رانا صح لا رفض. والمحكمه اللجنه والمحكمه الاداريه قال لي واحد المحامي قال لي انا 50 عام وانا في القضاء الاداري، قال لي عمري شفت محكمه جات شي وثيقه جديده في المداولات وما خرجتهاش وعرضتها على الاطراف. انا جبت المحكمه الاداريه وثيقه وما خرجتهاش وحكمت. مالك القاضي مزروب مالك يقولوا بس. وملي مشينا للسيناف هذاك القاضي مابقاش كيناقش داك الشيء اللي ابتدائي، مشى للكونتخور ستاتيو والستاتيو فيه شنو هذا الشيء شنو اذا شي واحد كيستهدفني. أنا استغربت من هذا الجواب، فدخلت مباشرة للمنصة وتأكدت فعلا أنه الملف ما بقاش في مرحلة الموافقة، لأن الموافقة مراه كتجي بطاقة الجائزة وكيسحب الزميل البطاقة ديالو. واكتشفت وتفاجأت فعلا أنه الملف رجع لمرحلة قيد المعالجة. فمباشرة اتصلت بالرئاسة للاستفسار والاحتجاج، لأنه على كل حال من الناحية الأخلاقية كان خص يوقع استشارتي على الأقل بصفتي رئيس لجنة بطاقة منح بطاقة الصحافة المهنية في المجلس. وكان لا عاود سي عبد الله ما يستشروكش، التعليمات جايه من برا صافي، قوى من يونس قوى من خالد قوى من كل صافي. ما تبقوش حنا نبقاو دابا نلقاو كل حاجه انت السي عبد الله كتضرب معقول بنيتك، ولكن انا كنقول لك التعليمات ما يمكنش ما معنى دخل وبدل، يعني شي وحدين قويين من برا. هذا حيدوا البطاقه التنظيم الذاتي قال لك على السلوكات. السي بن سعيد المشكل ماشي في الحريه وفاطمه وشكون هو المشكل؟ في الجهه اللي عيطت لهم، الجهه اللي حيدت البطاقه. على يونس عندهم خالد الحري شي يدير صداعي، خالد الحري كله مشاكل. على خالد الحري يبغي المشاكل معايا والله ما حاملها، وراه دابا تيعض بالنواجذ، ولكن ملي خالد موقفه ضعيف شادين وقيطي. انا هادشي اللي فهمت علاش خالد يدخل معايا في صداع. اذا السي بن سعيد والمغاربه بغيتكم تاخذوا هذه الخلاصه، ماشي هادو اعضاء. السؤال من هي الجهه التي كانت تتحكم في الاعضاء؟ اذا بقات الجهه واخا تحيد الاعضاء الجهه باقه، ومادام هذيك الجهه عندها مشروع تستهدف الصحافه يكون عمر ولا زيد والله لا زقلوكم. هذه هي القصه، ما تبقاش نقول معقول. جواب الرئاسه ان زميل مكلف بالصحافه الالكترونيه احتج من جهته على نقل الملف من علما عندي روايه اقوى من هذا الشيء، ولكن ما كنبغيش نقولها، وهي اللي كتفسر كاع اش داروا لي عندي، ولكن انا احترم واخا تجي فيا الدقه تنحشم. الاختصاص ديالو الى الاختصاص ديالي باعتباره مكلف بالصحافه الالكترونيه، وانه ما كانش من حقي انا نعطي الموافقه على الملف ديال الزميل المهداوي. وابلغتني الرئاسه ان هذا الزميل كيقول ان ملف الزميل المهداوي غير مستوفي للشروط. طبعا لم اقتنع بهذا الرد ولم اكن راضيا على هذا الرد، لانه نتاكد من ملف الزميل المهداوي ولاحظت انه مستوفي جميع الشروط، وهو ملف لم يختلف عن ملفات
السنوات الفارطة، ولم يختلف على ملفات. سمعتي السيد الرئيس القاضي الاداري علاش القاضي ما عيطلوش؟ حيت ما باغيش القاضي هاد الشهاده، حيت فيها البراءه واستبعدوا. اذا القاضي كان باغي يسحب البطاقه، السؤال من القضاء الاداري علاش؟ شتي النقطه شحال مهمه؟ شتو الروايه كي حقيقيه؟ لان هذا من يجي اش يقول القاضي؟ يقول له نفس الوثائق عطيناها للمغاربه. القاضي الاداري ما باغيش يسمع هاد الشهاده، حيت القاضي الاداري باغي يسحب البطاقه. والا علاش القاضي استبعدتيه؟ دابا بانش علاش القضاء الاداري. هذا بلا ما بغيتش نقول بعض الامور اللي مشيت للمحكمه وكان تساؤل عندي واحد المره، انا الاستاذ حداش ولا اريد الخوض، وتما قلت الاستاذ حداش واحد السؤال قال لي لا. المهم غريب واحد الامر. اتمنى السي البلاوي والسي عبد النبي وتفتح بحث وتجي عندي لجنه ونقول لكم ماذا رايتوا في محكمه اداريه، شي حاجه اللي والاستاذ حداش انا سميته، قول له ماذا شنو اللي مشينا تما ما شريك والو باس. مشيت انا ندير واحد الاجراء، مشيت ندير اجراء، حطيت شنو هو الاجراء؟ تلقيت حداش على صدفه، حطيت واحد الاجراء ديال الخبره المحاسباتيه، ولكن لا اريد الخوض. انا دابا راه باش ما نتسماش عا كنعطي انا تخص على السي عبد النبوي علاش قول واك والو باس. ها هو هذا السي شاهد، لان القضاء تيبني اهم هو القضاء الاداري. غالبيه القرار ديالو باش كيلغي القرار ملي كيلقى الاداره ما دارتش المساواه. القاضي الاداري كيعرف لاش جبت له الدفع، عيريب لهم اللجنه شنو هو الدفع. اجي السي البقالي واش نتوما كتعطيو الوثائق الصحفي بغض النظر بحال المغاربه الصحفي بحال يقولوا البقالي بحال انا رئيس بحال ثم القاضي الاداري ايوا حل. ولكن القاضي الاداري عارف الشهاده ديال البقالي منتجه، والقاضي الاداري باغي يسحب، لذا استبعد البقالي واستبعدوه بالابتدائي واستبعدوه حتى المحكمه السينافيه. اذا جوج المحكمات في الايضاح صدفه صدفه، والمحكمه الزجريه استبعدت اوزين ونصنت. انا ما عمري شفت في حياتي شي قاضي كيحكم بعلمه، اول مره في حياتي. سيد الرئيس هاد السيد يقول من تحتيها دير له الصوت، لا ما نديروش الصوت وراه ما قالش نفع لو خا ما ينفيش واخا ما ينفيش. انت قاضي باش عرفتي ماشي صوت رانا كندافع على المرفق العام. سيد الرئيس لا عندي لك وصح يا سيد الرئيس هذا محمد اوزين جا عندي وقال لي في التليفون راه اش قال لي مبدع. لا واخا يقول لك ما تكتبش كيما راه عيط لوزين، لا واخا تعيط لوزين وما جاوبكش واخا يقول لك اوزين انا كقاضي غير هكا نديك الحبس عام ونص يا بس وشو غنكتب لك باسم جلاله الملك محمد السادس الله يشافيه. يا انا كنحمق تنقول كيفاش قدر وهبي يدخل بهاد من تحتها والرسوم القضائيه. السؤال اللي خصكم المغاربه تامنوا له، علاش وهبي زعما يدخل معايا للمحكمه؟ شنو هي الضمانات اللي تعطات له؟ اسئله انا اسال غريب. والا دير لي البحث القضائي ما تعطينيش عام، دير اللي عجبك ماشي ما ديرش كاع البحث القضائي ما كاينش شهود غا سميتو وهبي وكيجيبوا واحد المحامي تيبدا يهضر وصافي والقاضي كيكمل معدي عام ونص. لا جيب لي علاش كيفاش وهبي يزعم ديك من تحتها تسمع وسط المحكمه؟ هي اخطر نقطه. بحال هادو اللجنه المؤقته كيمشيو للجنه الاداريه تيجي تيزور هو المحامي الرابع تيدير لك عمر الداودي وها كيزوروا علاش تايقين. كيف شنو هي الضمانات اللي عندهم في المحكمه؟ عندهم ضمانات في المحكمه الاداريه، عندهم ضمانات في المحكمه الجزائريه. ما عارف واش هو الدليل؟ هو خايف لا المحكمه ما حاكمش. لا عايده انا تابع ديال مو في المحكمه. حتى الزملاء اللي حصلوا على بطاقه الصحافه من موقع بادين نفسه. يلا بالتالي طرحت الاشكال بواحد الحده كبيره جدا، ولم يكن امام رئاسه المجلس غير نقل الخلاف اللي كان خلاف حاد على كل حال من لجنه الاخلاق من لجنه منح بطاقه الصحافه الى الجمعيه العموميه، وتم ادراجه في اجتماع الجمعيه العموميه. وفي الاجتماع قيل ان الخلل في ملف الزميل المهداوي. تبع سؤال درت الفيديوهات اليوم الفضيحه غدا تعيني من محكمه النقد وكاين ملفات قبل مني. يلا علاش؟ سؤال دابا شنو كاين شي مكثر من هذه؟ ودرت الفيديو اليوم من وراه وقع لعب ساعات قليله سجلوا الملف واخا وهذوك المغاربه ما عندهمش حق في النقد. قبل من التزوير واحد لقينا لقيتو داك حد ما سميتو طارق الدرهم فوقاش داير بلاش ملفو مسجلش قبل مني. علاش؟ ومعيط لي وزير واحد المره تيقول لي في واحد الملف انا والله ما كنت شي واحد اسال عيط لي وزير صح ولا داك الملف ديال واحد سميتو واحد القضيه انا تناولته اعلاميا ما كنصدق ولا وانا داك الوزير مع عمرو زعم عليا وانا نزعم عليه. قلت له الاستاذ قد تقول لي هذه الهضره. وهذاك الوزير عباد الله معيط لواحد السيد توفيق بو20 سمعتها من واخا توفيق تحفظ عليها وقسما بايات الرحمن المغاربه
قال له علاش تكتب هذيك الرساله على المهداوي مرتو؟ والسيد مسكين توفيق تاثر بمرتي كدير علاج كيماوي وكتب ديك الرساله مسكين بآلام. توفيق كتبها بآلام، شافها اكثر من مليون وخلقت. قال له لا، قال له انت شنو قال له؟ قال له انت كتصور المسؤولين بحال وحوش ولا واخا سيدي المسؤولين عسل وانت وصل دير شكايه مرتي. لا خلي مرت المهداوي تعاود بابها لك، نقول شي عباره. شوف كينقضوا اذا شي واش قال له؟ قال له راه كان العفو عنك غلط، الخروج ديالك من الحبس غلط. وهذا هذا تهديد. اذا جلاله الملك من العفو عليه ما عندوش شكون هذا اللي يزعم يقولوا العفو عليه كان غلط ولا الخروج من الحبس غلط؟ اذا كيهدد التوفيق راك غترجع للحبس. وعلاش غنوصلوا هاد الرسائل؟ لا هذا ماشي ضغط على الصحافه. وهاد التوفيق بغى يضامن مع مرتي ما يضامنش. الا نتوما ما كتبغوش هادشي وعالجوا شكايه مرتي وعالجوا شكايتي بالمحاكم، محكمه انا في المحكمه وهي في الكيماوي، واللي بغى وتا داك التضامن البسيط ممنوع. اتصالات والضغط، مسؤولين ما عجبوش على كتصورهم، ما كنصورهمش اسيدي، حبتونا في شكاياتنا. هذا اللي كيعايروا ولاد العاهرات والعمال والوكلاء، اش بغى يكون في ملك الله في الدوله اللي عندها شنو زعما هذا؟ ما فهمتهاش انا. شكون هذا اللي باغي يخنافر بنادم كيمرمد المؤسسات ويمرمد المواطنين والمغاربه والامهات والزوجات؟ واش هذا اسلوب عباد الله في تدبير الصراع؟ واش هذا يخرج هذا الاسلوب؟ ما كاينش شي جهه. شنو غنديروا؟ شنو نشكيو الله عز وجل؟ نقصدوكم، ما كنقصدوا لا جهه خارجيه، ما كنمشيوش للغرب، ما كنمشيوش للخارج وعا معانا، ما غنبتوش ملفات. التوفيق ما تكتبش عليه، لا راه مسؤولين، واخا مسؤولين وريهم زوينين زيد هما زوينين، لا ايوا كتبوا بحال دابا هذا الشيء ديال كما قال عبد الله على هادو اللي كيكتبوا على هذه اللجنه. ايوا القضاء من غير يفتح بحث الناس غتحبس، ما نفتحوش بحث وما تكتبوش. انه من شروط منح بطاقه الصحافه المهنيه بالاضافه للشروط اللي كنعرفوها هي ان يكون دخله الرئيسي من الصحافه، وان قيل ان الخلل في ملف الزميل المهداوي انه دخله الرئيسي ليس من الصحافه بل من اليوتيوب. لا دابا انا بغيت نسول، دابا كنبغي نسى وعباد الله ارجوكم نقول لكم بهدوء. وكيل الملك ديال الدار البيضاء كيخرج بلاغ المغاربه الصحفيين حبسوا النقاش في الاسكوبار. علاش؟ كاينه واحد الشخصيات وطنيه تقاست تما. مشى عطاو جنيب 4 سنين ما كاين باس. اجي المهداوي عند الفرقه الوطنيه. علاش؟ ياك فيديو بحالي بحال هشام العمراني بحال التيجيني بحال هاد سميتو الزميل ديالنا اخر ديال اليوم 24 اللي كان خدام في نسيت الاسم ديالو عاونت الامن كتسمع. لا انت المهداوي هبط للدار البيضاء الفرقه الوطنيه، هبطنا عند الفرقه الوطنيه. عفاكم لما تاملوا عفا هذه وساو هادشي كاع اللي غنقول لا اللي قبل لا اللي من بعد. هذه هي اخطر نقطه. سلام لاباس بخير. اي مالك عندك واحد الشكايه؟ لا عارف اطار قانون الصحافه ما كاين والو. واخا الصحافه اي شنو كتقول في هاد السيارات؟ قال واخا. وعباد الله انت بوليس، انت فرقه وطنيه. قلت لك واحد الوزير ما خلص الرسوم، جبنا الوثائق. لا ما قالهاش دير بوليس، بقاو ساكتين. واحد الطوموبيل اي واش المهداوي واش عندك هاد الطوموبيله خلص ضريبه؟ لا عاجاوب قال لي غنجاوب خليكم بينات. واخا جاوب. السي المهداوي زيد شنو عندك اخر؟ واحد التسجيل صوتي. قلت اي تسجيل واش عندك التسجيل صوتي؟ واش لا ما كيقولوليش هادشي البوليس. جايب التفريغ ديال وهبي كيقول لي جاوبوا. بقيت انا كنعمر عندك على الفرقه. قال لي لا على الصح صافي سير بحالك. شهر 8 شهر يناير فبراير مارس ما كيهضر معايا حتى واحد. راه فين هذيك الكتاب هاد المسطره؟ رجعت عند وكيل الملك الرباط. في دارها وكيل الملك الرباط دخلها الكتابه الخاصه كاع المواطنين كتابه ملفاتهم عادي الا المهداوي. شد هذاك كنصور انا على المحكمه واحد المسطره صيفط كيقول لي ما عندناش. فين؟ تقول لي لا راه السيد وكيل. فين؟ الكتابه الخاصه. مال هذا المسطره؟ فبراير مارس ابريل ماي يونيو حتى ليوليوز 6 اشهر. في هذه المده واش كانوا البوليس ملهيين كيبحثوا؟ لا ما داروا لا بحث لا والو. وعلاش هذه المسطره بقات راكده؟ نهار 8 يوليوز جلاله الملك عفا على الصحفيين والمدونين. وكيل الملك ضربها كيصيفط الفرقه الوطنيه تعليمات تيقول لهم شوفوا لي هذوك الفيديوهات واش المهداوي نشرهم في هذه القناه حميد المهداوي ولا في بديل؟ كيفاش؟ شوف السؤال كي داير. واش نشرهم هنا؟ ايوا السؤال قولها في الاول في التعليمات الاولى. اذا ما غير تتبع عليها اجراء جديد. شوفوا لي واش نشر هنا او لا نشر هنا. ولا انا نشرتها هنا في قناه ديال بديل المدير وعندي اللوغو لداخل. وهذوك الفيديوهات اللي عنده كاملين عند الفرقه الوطنيه كلهم فيها اللوغو. وتم تحيدهم ديك المفوضه في المحضر المعينه. والبوليس كيشوف اللوغو ديال بديل في القناه ديالي. اتحمل مسؤوليتي. نمشي على الحبس، نمشي لجهنم الا كنت كذبت. عندهم اللوغو ديال بديل هكا بقى لدابا في دوك الورا. قال لهم شوفوا لي واش هكا ولا واش هكا باش ديري القانون الجنائي باش قال له واخا. قال له واش التعليمات تقولها في الاول
وثانيا عيط لي بغيتي تاكد اجي المهداوي انا نساعد الفرقه، لا ما عيطوش ليا حيت عارف اني غنجاوب، حيت هو ما عيطوا ليا ما والو، قال لهم شوفوا واش دار هكا او لا دار هكا. يا على دار هكا دار، انا صحفي، راه قناه ديال بديل ولا كاتب لك تحت هذه قناه الصحفيه تهتم بالاخبار السياسيه، والبوليس يقول قناه المهداوي كاتبها، البوليس كاتب هذه قناه المهداوي الصحفي صحفي، وبديل داير لك اللوغو ديال بديل، ها العلامه ديال بديل ها هي، وهذوك الفيديوهات هما وسط بديل هو يدير لك القانون الجنائي بات وتوزيع واقعيه كاذبه. هاد الواقعيه بحثتي فيها لا ما بحثتش فيها؟ كاين شي بحث داروا البوليس والله ما دار شي واحد البحث، وباش عرفتيها باش وصلتي لها السيد وكيل راه كاذبه هكا كاذبه، ما بحثتي ما سولتي وكاذبه. سير عند المحكمه، سير عند القاضي، وقف قدام القاضي كي غيدير ملي كيشوفوا كاين الملك ما بحثش، البوليس ما بحثش، راه باينه. دابا السي عبد النبوي المحترم عندنا، علاش ما تفتحش بكل احترام ليك الصباح ماشي حيت انا ما فهمش عادي ديال المحكمه تجي النقد كذا والدليل النقد. انا اليوم درت الفيديو لا غدا تسجل الملف لا غدا شنو الاشاره شنو نفهم ما كنبغيوش نفهموا كي غنديروا، عاد نبقى نافق نولي منافق كي غدير يلاه. وعندك شخص يقول لك انا تابع ديال المو في المحكمه، تابع ديال المو انا في المحكمه تابع. شكون تابع؟ انا تابع هو في المحكمه، ما خصناش نهرسوا القرار ديالنا. والمحكمه ما حاملاش ومحاكم، وبصح المحكمه ما حكمت لا الزجريه لا الاداريه. هنا كان موقفي واضح وقلت بالحرف وشنو هي الحمليه الواحد، وملي جا وهبي دار شكايات من بعد ولاو بقانون الصحافه ولا نفس القناه. اذا داك السؤال عافاكم السبعه ديال المغاربه شحال قلبوا له غيشكي بيا وهبي من بعد ما عطاوي عاموس. دابا عاموس مشات، انت دخلتي عاموس مشيتي 105 ديالنا حيده، بقاو دوك الربعه جداد. قانون الصحافه واش هذا بغيت نقول عباره واش هكا كان الاجراءات كتكون وعباد الله هذه طابله بيضاء لا طابله بيضاء، غدا تجيك طابله خضراء طابله زرقاء، نفس اللي وكيل الملك لا طابله السيد الوكيل واش هي بيضاء وغدا خضراء، ايوا نفس المنصه. شنو الفرق؟ ان هي لا اليوم قانون الصحافه غدا القانون الجنائي، من بعد كتولي قانون الصحافه عاد الراي العام وهذيك الاولى مالها هذيك عاموس مشيتي فيها صافي وخذ الاربع براءه في هذا الربعه التالي، ولكن دخلتي عند النقد ولكن نقول لكم بمنتهى الاحترام لكم وعند ربكم تختصمون. صدق الله العظيم. اجتماع وهذا ماشي سر اللي كنديرو، ولكن ضرورة احكام خصنا نوضعوا المعطيات كلها في سياقها. كان موقفي واضح، قلت انني متفق على هذا الدفع وان اوافق على هذا الدفع، لكن شريطة اعتماده قاعدة عامة ويجب ان يطبق على جميع الحالات المشابهة. وبالتالي إذا وافقنا وقررنا أن ملف المهداوي فيه خلل ديال أن دخله الرئيسي ماشي من الصحافة بل دخله الرئيسي من اليوتيوب، لا بد في هذه الحالة من مراجعة وإعادة النظر في جميع الحالات المشابهة اللي تعطتهم بطاقة الصحافة المهنية برسم هذه السنة هذه. معلم صعب وخا واحد الكوتي ما نتفقش معاه، معلم بعد هذه زوينه بزاف. القضاء الاداري استقر كيلغي قرارات من الاداره ما كتساواش. هو شوف علاش بغاوش يجي، علاش المحكمه بغات تجيب الوقائع؟ حيت يقول هذه الفكره خطيره سهله النقاش، ولكن المحكمه الاداريه القاضي كان باغي يظلمني قسما بالله ودليل، لان اش يقول لهم معلش يقول له شي الوثائق كله مع الصحفيين بحال هكا ايوا ساويهم مع المغاربه مع الصح اش يدير القاضي الاداري؟ ولكن القاضي الاداري كان باغي يظلمني، ماشي هو اللي باغي، المهم كان باغي يظلمني. هاتوا الشهاده سالينا دابا النقاش وقل جاء الحق وزهق الباطل. دابا انا بقول والله ما كيهمني خالد الحري، والله ما كيهمني السلهامي ولا فاطمه، دائما كنمشي للقضاء. علاش القاضي جوج اش بيني وبينك القاضي؟ انا قصدتك انت بحال سيدي ربي في الارض خاصك تعطي الحقوق، وعلاش اديني ما اديتكش القاضي الاداري رئيس المحكمه ولا القضاء؟ اش درت لكم؟ علاش تنوضوا هذه المشاكل المغرب بقاولنا؟ علاش ما عندكش شي خوات ملف عطيه بطاقه مع فلطه بالكبوط؟ علاش تحرمني؟ علاش ربي انت عندك القاضي انت خليفه الله في الارض ومؤدي القسم وما عدلتيش في الاجراءات؟ اجيب الشهيد، انا طلبت لك الشهيد تحمسوا لي ما جبتيش، ها هو بانت شهادته بحالي بحال المغاربه. وحاجه ما كنتفقش معك السي عبد الله دقيقه، السي عبد الله الماده واحد كتهضر على الاجر، ما كتهضرش على الدخل. الاجر كتنظموا قانون الشغل، علاقه شغليه الاجر والعمل والتبعيه، هادشي ما بقاش نناقشوه. ما يقدو انا بغيت السي عبد الله نمشي معك في هذه النقطه، قولوا يديروا قانون والله لا باقي ندير اليوتيوب، خرجوها ماده ان اموال اليوتيوب بعضه حرام. انا اجير اش بيني وبينش، انا اجير، انا كتقول لي عطيني الاجر الرئيسي 6000 درهم هكا بديل الميديا يعطيك 6000 ولا 10000 سهل النقاش.
انتم جيتوا حتى اللجنه حتى ليا انا والقضاء الاداري على المهداوي تجبدوني من وسط الصحفيين باش كتعيش باش كيعيش الشرعي ماشي باليوتيوب، باش كيعيش الشحتان ماشي باليوتيوب، باش كتعيش هيسبريس، باش كيعيش صوت المغرب جود كلهم باش كيعيشوا، ولكن باش كيعيشوا ماشي باليوتيوب. وشنو كيفاش هذا اليوتيوب مالو حرام؟ ماشي واليوتيوب ماشي اشهار؟ واش ابدا ما سؤال اش نسول ام حسن دابا واخا ام حسن فلوس اليوتيوب ولا فلوس اخنوش؟ غنسولكم واحد السؤال هو الواعر كاع دابا حنا نخرجوا من هذا النقاش. ياك باغي تكون شنو هي الصحافه؟ تكون مستقل وتأدي الامانه وتخدم الله الوطن الملك مزيان. شكون اللي خطير؟ واش فلوس اخنوش ولا فلوس اليوتيوب؟ فلوس اليوتيوب ارحم. علاش؟ لان اليوتيوب ما كيفرضش عليا اش غنقول، اللي شفتها غنقولها لفائده الله الوطن الملك. اما اخنوش خطر البشر يقول لك شوف بغيتي نعطيك. علاش عدد من الصحفيين ما كيهضروش دابا؟ حيت الدعم. شحال من الصحفيين في هذا الملفات مساكن ما هضروش. كاين اللي كيجي ضدك ماشي هو ضدك، والله قال كلمه في هذا الشيء والله لا خدا الدعم العام الجاي. كاين اللي خالعوا الدعم ما هضرش. ها خطوره الفلوس، حيت ملي كتولي الحكومه شاده السلطه الماليه الصحفي ما قدرش خدمته. هذه من اسباب الخراب ديال الدوله. علاش كنقولوا بعدوا منا؟ شوف غادي ندير واحد الفيديو جميل جدا ديال الدكتور الصنايبي. شوف دابا الصنايبي كاين اللي كيختلف معاه، ولكن بس كلمه الحق مهمه. شوف الدكتور الصنايبي قال كلمه رائعه. الدولة التي لا تتبنى منطق حرية التعبير فهي يعني مهددة يعني في توازنها البنيوي بطبيعة الحال. سي أشرف ذكرني بواحد المسؤول حكومي مازال كيقول لهم خصنا نهزوا الدوار ونديوه للمدرسة. كاين ثلاثة المعايير في التعامل مع المحتوى الرقمي أنا في نظري، هو الموقف من توابد البلاد، الموقف من المؤسسات، والموقف من الهوية الوطنية ومن الهوية القومية للمملكة المغربية. إذا طاحت الأعمدة سينهار السقف. يقول لك يا سيدي ربي كاع ما كيزور السادات. شكون اللي كيخلع عند الناس من هذه المساله ديال مواقع التواصل الاجتماعي؟ الفاسدين. اما واحد اللي ما كانش يخاف. لا تكمن خطوره الفساد سي محمد حينما يكون الفاسد يمتلك القلم ديال التشريع وبالتالي كيحس راسو ويطحنك انت. هذا هو المشكل اللي عندنا هنايا. الحد بيني وبينك الله الوطن الملك التوابيت. انتهى الكلام. المغاربه قال واحد الفكره واعره، قال كيخلعوا العالم الرقمي وخصنا نشدوه. والله مع هاد الفاسدين المغاربه الناس سرقتكم، الناس سرقت والله ما الدوله. انا ما كرهتش كون نتلاقى بعض المعارضين ونقول لهم راكم كضرونا وكضر. راه والله اخوتي المغاربه هي المشكل ما في المؤسسه الملكيه عند البعض، ما كنهضرش مع كلشي. يا بالله هذوك الفاسدين مسؤولين وكاين معينين ومنتخب بزاف. هو اللي كيوهمك راه الدوله الفوق، والدوله راه عندها رزقها الفوق. المؤسسه الملكيه بحلال رسول الله بغيت ندخل في التفاصيل بثروتها بكذا. والخطير هو ذاك المعين اللي عنده 2 مليون وكيدخل 100 مليون. هذا يخلي صحافه حره، وهذا اللي يحيد لك البطاقه ويحيد لك الناب ويحيد لك الدروس ويحيد لك. هادو هما الخطر. انت قاضي عندك عطيتكم مع مثال قاضي عندك 2 مليون، انت عندك 20 مليار. انت مثلا بوليسي عندك 3 مليون، عندك 40 مليار. انت جدارمي عندك 50 مليار. انت حارس السجن عندك هكذا. عطيتكم مع مثال. انت رئيس جماعه او انت وزير او هادو هما اصعب القوم. لهذا فوقاش الوطنيه نحتكم لها في الملكيه. شي اي واحد قول لهم شنو عندكم؟ علاش تصريح الممتلكات ما بغاوش؟ علاش تجري من الاطار غير مشروع ما بغاش؟ راه الصراع صراع فلوس. شاد الله الا وحيد له بطاقه وتصحيب وحريه الخو. علاش كيخافوا من حريه التعبير؟ كيخافوا الناس تفهم، والناس لا فهمت يقول لهم منين جاك هذا. كيخلق لك هما جو ديال الرعب لانهم كيخافوا من المساءله. راه والله اخوتي المغاربه هذه هي الحقيقه الوحيده اللي كاينه وهما كيضرقوها. نكملوا مع السي. مع الاسف كنت وحيدا في موقفي، لانه كان لي معارض وكان لي ما بداش برايه. واخا نقولها لك السي سعد دابا درتي موقف جمدتي مزيان ما دليتيش برايك. ها قال لك كنت وحيدا. اذا اللي كان معارض هو خالد الحري. الديلامي كان معارض باين الفكره. اذا الديلامي كان ضد هذه الجمعيه العموميه. شكون اللي بقى القاضي جابر، وبقى سميتو داك ديال المجلس ديال الوجه الوطني حقوق الانسان شي حاجه والله ما عقلتش. عنده واحد السميه ما كنعقلش عليها مره عبد كبير شي حاجه ولا واش الاستاذ جابر كان تما هو داك ديال المجلس. هذه الله اعلم ما عرفهاش، ولكن ملي عام خلال التحليل ديالو قال كنت وحيدا، لانهم الجمعيه العموميه خصهم يكونوا كامل اعضاء اللجنه. فيها القاضي جابر، فيها هذاك ديال المجلس الوطني، فيها فاطمه الزهر الورياغلي، وفيها خالد الحري، فيها السلهامي، وفيها يونس مجاهد. اذا شكون اللي غيكون جاب الشكايه؟ غتكون جاي خارجه من عند خالد ويونس مليار في المية جايه من عند خالد، ويونس كيعرف خالد. انا كنتصورها. وفاطمه خلاص فاطمه مع خالد غتمشي مع خالد. السلهامي غيتجرأ والديلامي يقدو ما يقشعوش غيمشيو معاه صافي. ومن فاهم خالد اللي جاب شي انا هكا تنحلل حيت من خلال المدرب. بقى لي عاق
غيكون حميد ساعدني سكت ما عطاش موقف عاق وسكت. ربما كانوا الاخوه الاخرون ما هضروش القاضي واش كانوا، ولكن كان حل. اما هاد ولكن اللي خطير هو خالد ويونس وفاطمه. انا كتنفهم حيت هادو اللي بيانوا على انهم من خلال كنقول انطلاقا من المداولات معايا طريقه باش يقول لك يونس تصيلته. علاش التصيله يونس؟ علاش التصيله ديالي؟ خلي التصيله ديك عائلتي. قرر في اجتماع الجمعيه العموميه رفض طلب تجديد بطاقه الصحافه للزميل حميد المهداوي. ما كانش كيمكن نقبل هذا الموقف ونتفق مع المهداوي نختلف معاه، يعجبني المنتوج المهداوي ما يعجبنيش، نتفق معاه في المضمون ما نتفقش معاه، في شخصيته نتفق ما نتفقش معاه، هذا موضوع ثاني. هنا مساله مبدا اعمال قاعده يجب ان يكون اعمال على جميع. خليني نقول لكم بهدوء. دابا انت السيد لا القاضي جابر ما كانش في البطاقه باش ما نظلموش. لا القاضي جابر ايد ليا هاد العبارات السلقوط هذه ديال السلقوط. القاضي جابر اياد القرار مع كامل الاسف. القاضي جابر وداك. دابا هادو لجنه البطاقه. دابا انت خالد الحري وانت يونس مجاهد اللي ايدتي من بعد نحيدو مجاهد ما كانش في لجنه الاخلاقيات. لجنه البطاقه كان فيها خالد الحري وفيها البقالي. نقلوا يا ربي النقاش للجمعيه العموميه. انا نسيت هما مشاو للجمعيه العموميه يعني تجمعوا كاملين. دابا نتوما كاملين هاد المعلومه اللي قال البقالي مخيفه ناري. دابا نتوما كاملين ديال جمع اوقات قال لكم علاش تميزوا هاد اخطر حاجه هو التمييز. كيفاش انسان مثقف يكون قاضي ولا يكون صحفي ولا يكون هاد الفكره ديال يميز هذا على هذا؟ كيفاش ما تقشعرش ابدانكم؟ كيفاش ما ضرتكمش هاد الفكره؟ لا الا التمييز. ماشي دابا كنختلفوا خايب لا. عندنا دريس وعندنا عزيز. دريس جاب لنا عقل الزياد وعزيز جاب لنا عقل الزياد. دريس جاب لنا شهاده السكنه وعزيز جاب لنا شهاده السكنه. نعطيو دريس نعطيو له كارت ناسيونال وعزيز ما نعطيوش. كيفاش بوليس يدير بحال هكا مثلا؟ كيفاش؟ هذه اخطر حاجه. انت مثقف ولا انت قاضي ولا انت حقوقي ولا انت صح، كيفاش كتقبل ثقافه التمييز؟ كيفاش قبلتيها؟ كيفاش دوزتيها ولا سكتي عليها؟ والبقالي ما قبلهاش. هذا قاعده قانونيه. وبالتالي اضطررت لتناول الكلمه في الاجتماع وطلبت اولا تدوين رفضي لهذا الموقف في المحضر الاجتماع الرسمي، واعتبرت ان القرار تشتم من فيه رائحه استهداف الزميل حميد المهداوي. واعلنت انسحابي من الاجتماع. رجال وخرجت من الاجتماع وانا مقتنع بموقفي. موازاة مع ذلك كانت هناك مسطرتين مفتوحتين ضد الزميل حميد المهداوي في لجنه الاخلاقيات والقضايا التاديبيه. جود. الملف الاول هو ملف مدير موقع ما سميتو اتهم الزميل حميد المهداوي بالتحريض ضده، وتمت المتابعه لانه من الناحيه المسطريه تم احترام الشكليات القانونيه كلها، وخضع الزميل حميد المهداوي للمتابعه من تبليغ من بعد تحقيق. من بعد جات الجلسه ديال النظر في ملف حميد المهداوي. وحضر دفاع حميد المهداوي كان مكون من مجموعه من الاساتذه المحامين اللي ما يمكن لي الا نكون معتز انني نجالسهم ونناقشهم ونتبادل معهم الراي، لانه في جميع الحالات كتجلس امام مدرسه في القانون، كتجلس امام خبراء في القانون، وبالتالي انا كنعتبرهم مرجع في الاستفاده وفي التعلم. حضر دفاع المهداوي مكون كما قلت مجموعه من الاساتذه المحامين برئاسه الاستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي. والدفاع في المستهل ديال الجلسه تقدم بمجموعه كبيره من الدفعات الشكليه، وحسب تقدير الدفاع مع كامل احترامي له ونجدد له اعتذاري إلا كان صدر ما يمكن اعتباره إساءة الدفاع. اللجنة بعد مداولات مستفيضة في الدفعات الشكلية قبلت دفعا اعتبرته جوهريا، ما غاديش ندخل في نوع الدفع، وبالتالي قررت بطلان المتابعة. أنا نقولوا السعر، أنا نقولوا أنت ما قلتيش. هذيك المحققة سميتها فاطمة الزلوري، غير ملي جيت دخلت عندها الحق أول مرة قلت لها شنو المشكلة؟ قالت لي أنت عندك واحد الشكاية بواحد السيد قود. قلت لها مالو اش كيضرو؟ جايبه فيديو فيه ساعة و49 دقيقة.
والشكايه ملي صيفطها داير فيها هو السب والقذف، وملي جاي حيت ملي كتجي للمجلس كتعمر واحد المطبوع دار فيها التخويف والترهيب. قلت لها السيد نعرفوا عاش دار، واش المصران، واش الدرسه، واش الحكه، واش ملي كتمشي على الطبيب اش كيضرك؟ جيتي له اش كيضرك؟ واش الساب، واش القذف، واش زورنا عليك، واش قذفناك؟ هو ما محددش كاع اش كيضرو. وشحال فيه الفيديو؟ فيه ساعه و49. قلت لها الاستاذه حدي لي جسم مخالفه، رانا هضرت على المراوي، هي ما عارفاش مسكينه، ما كانتش كتنوي هذا الشيء. قلت لها فين هو الواقع الجرميه ولا جسم مخفي باش نجاوبك عليها، هي ما عارفاش. هذا هو الخطا. اش قالت لي غير رجع عنده. قلت لها ورجع عنده قول له اش كيضرك. هي مسكينه ما عندهاش تكوين. رجعت عنده هنا فقدت حيادها، لان القاضي ملي كتكون قدامه الشكايه ما تيقولش للمشتكي واش يصاوب شكايتك وقادها وصحه، تيدير عدم القبول اللي عيب شكلي ولا بيع. هاد السيده هذه رجعت عنده، ملي كترجع عنده كتسمى الاداره ولات كتحابي المشتكي، كتقول له صح، ومع ذلك داروا فيها المتابعه رغم هذا العيب. ملي جينا عندهم وزقنا قلنا لهم هذا الشيء، عاد البقالي يحس بالخطوره. ونقول لك السي عبد الله، انا اطلعت على هذا الفيديو ديال ديك الجلسه، حتى هو طلعت لي عندي، وبصح كنتي راجل علاش انا كنعزك ياك ما. وهذا الموقف اللي قال بقالي والله تدخل قال لهم الاخوان هاد الناس عندهم الحق، اذا رجعنا قال لهم راه غلطنا، عندنا عيب هو دابا السي البقالي هنا ما بغاش يوري، هذه ثقافته من حقه زملاء، ولكن انا حيت طالعت على الفيديو، حيت طالعت على المعطيات. اذا ديك رجع لديك السيده المغربيه اختي لها الاحترام ليها، ما نبغيش شي واحد يسالها وربي يشهد عليا، ولكن دير المال العام كنعطيك دير دوله مغربيه، راه بغينا نطوروا، بغينا الجريده الميجا جوج سرعتين، بغينا غير سرعه. السؤال علاش هاد السيده ما كتعرفش المسطره وتحطها في تحقق؟ علاش هاد السيده نائبه مجاهد؟ علاش هاد السيده السي بن سعيد عطيتيها رئيسه الوطن وانا ضعفها القانوني التكوين وهي بانت واذا هنا ماشي المهداوي يمشي انا نحاشكم المغاربه فكروا في الفضيحه اعاده سلطه التعيين. اجي بن سعيد علاش حطيتي هذه؟ واش حيت قال لك شحتان؟ سؤال فين كتعرفها انت؟ شنو هي قوتها الاعلاميه، قوتها القانونيه، قوتها الفكريه، قوتها الثقافيه، تاريخها النضالي؟ هادو راه 36 راه بلاد الشرفه. هاد السيده عطيتيها تعطي الجائزه الوطنيه، ما هو راس مالها؟ واش عندها طانوبيلات؟ واش عندها شركه الاعلانات؟ واش حيت مع جمعيه شحتان؟ واش هذا راه دوله ماشي ديالك. الا كنت انت بن سعيد ما عرفتش تحط وحده، عاد تجاوب لنا انت على القانون وتجاوبنا على البلاد، عاد تجاوب لنا يا الثلاث من الايام. مع إصدار توصية للزميل حميد المهداوي بحذف الفيديو من منصته. وهنا الدفاع عبر عن ارتياحه لقرار اللجنة بواحد وقبل من هالساعه والله العظيم الا كتبت هذا الشيء بحسن نيه، الناس من طنجه عيطوا لي هاد قود كيجيب راه تكرفس على طنجه. السي احمد نقول لك بمنتهى الاحترام، راك تكرفس على ساكنه طنجه، الوهابيه طنجه، طنجه كذا، وخلق واحد الاحتقان في طنجه. شوفوا المغاربه الله الغريب، نهار استقبلت طنجه وهضرت معهم والله من تما ما بقاو كيهضروا. يعني انا لعبت دوري الصحفي، امتصيت الغضب الطنجاوه وصالحت الصحافه مع وفي الاخر جابني وقلت لديك خيتي قلت عطيني التليفون وهذا نجيب نعيط له. اش تدعي لي؟ قلت له مساله ما تشعر والله ما عيط لي ولا عيط شي. هذاك المجاهد اللي مشى عند يوسف مسكين قالوا حنا عمركم عيطتوا لي قلتوا شي شكايه صحاب هذا الفيديو شي؟ لا هما كانوا كيقلبوا لي على الخدمه. ويوسف بغيتش نقول كان كذاب ولكن يوسف كذب. مشى عند يوسف مجاهد اش قال يوسف مسكين؟ قال له حنا ملي كتجي شكايات كنعيطوا الاخ تقول له حذفت. عمرك عيطتي لي نفس الصلغوط؟ علاش قلتي عيطتي لي في هذه ديال احمد نجيب؟ عيطتي لي الاعتزاز والافتخار بواحد الارتياح. واستأذن دفاع ياك السي عبد الله حذفتها ولا ما حذفتهاش؟ دخلنا واخا عندي الحق واخا ما كاينش الحد في الحكم والله ما نحذفها لك. انت داير عيب خليه يمشي وما عندوش في القانون، ما كاينش في الحكم، ما عندكش باش تحذفها، خصها تكون جريمه باش تحذفها. ومع ذلك احترمتهم. شنو درت لها؟ قلت له السي عبد الله والزميل جبت لهم التليفون ولو المغاربه ننشر لكم التدخلات ديالي اللي كانت في هذا الفيديوهات اللي قالوا لي فيه الزاو، خاصكم تشوفوا كيفاش دخلت انا. ما كنهضر معاهم باداب وقانون واحترام. انتم راه شفتوا شويه المقاطع هما راه كيسحبوا باغيين يصيدوني زعما نقول اخلاقنا واخلاقهم. الزميل المهداوي اللجنه في نشر القرار والتعليق عليه، لانهم اعتبروه على كل حال واحد صالح بان يكون مرجعا في المعالجات القانونيه والقضائيه اللي مطروحه في البلاد. وهذا جاء على لسان الدفاع وانا اشهد انهم اكدوا هذا الكلام وقالوه. اللجنه رفضت طلب دفاع الزميل المهداوي لانه القانون المحدث للمجلس الوطني لا يجيز
نشر القرارات على الأقل في هذا القانون اللي كان واضح أنه لا يجيز نشر هذه القرارات. والزميل المهداوي تفاعل حينا مع توصية اللجنة وقام بالحذف ديال الفيديو حين احنا جالسين مازال جالسين في القاعة أمامنا. فتح الهاتف ديالو وقال اللجنة أنا الآن سأقوم بحذف هذا الفيديو، مشكورا قام بهذا العمل، وبالتالي تعالج هذا الملف مباشرة. وحيلت شكاية ثانية على اللجنة ضد الزميل حميد المهداوي، وكتعلق بواحد التصريح الزميل المهداوي أدلى به من بعد خروجه. شوفوا المغاربه على نقطه يقول البقالي تحيه لك ابو عبد الله، والله الا صحافي، والله العظيم وخا عبد الله كان كيتحفظ. انا عندي مصادر في المجلس كنت عارف هذا الموقف ديالو قسما بالله. اش قال لهم عبد الله؟ وهذا موقف، وهذاك اش كنقول لكم، تيقول لهم عبد الله حنا نحاكموا الناشر المهداوي ما نشرش، علاش جايبين هذه المتابعه؟ لانهم كانوا كيستهدفوا. هرست لهم البطاقه المتابعه ديال احمد نجيب قود اللي ما كيحملش الناس ضامن مع فلسطين في طنجه، داكشي شغلو علاش. اذا ها شنو كانت الدقه. وكاينه وحده اللي نساها بو عبد الله وعيطت له تحفظ، نعاودها له. كانوا واحد حدا قلت شي تصريح انا البطاقه ما عندي ما ندير بها، كانوا باغي يديروا فيها متابعه. ملي شافوني كنصرح هما يدوزوا لهذه السلقوط. شوف باش عرفوا هما عندهم توجيه من برا، قالوا هذا حيدوا له بطاقه هو وحلو. اش داروا؟ جا عنده قال له جابوا قال لهم بقالي، قالوا ما نخرج، جبد لهم القانون. قال لهم حنا كنهضروا على الناشر اللي عندي نشاره، حنا كنتابعوا الصحفي. هذا السيد صرح قدام المحكمه بقانون جنائي مع وهبي. واش البهداوي اللي داز في المحكمه في الحمام مع شي واحد كيتحمم، واش غنبقاو تابعين ولا مشى عند الخضار غنقولوا صحفي ولا؟ هذاك السيد صرح في ميل بينه وبين واحد الشخص اكس، ماشي نشاط مهني. هذا هو الدافع اللي كنا كنقول لهم حنا قوي. ومع ذلك لاول مره من قاعه المحكمه في المحكمه اللي كان كيتعرض ليها. وشوف هاد المنافقين، بغيت نقول شي عباره خطره كنحشم منكم باش تعرفوا منافقين. قول لهم هذا باش منافقين، انا محسوب عليكم. محسوب علينا باش صحافي. قلت ايوا تعال القانون الجنائي اكتب شي تدوينه كما كيكتبوا على الريافه مساكن وشرطه الريف جالس يضربوا الحبس. هو جالس كيكتب عند خالد الحري هذاك يوسف مجاهد، كتب شي مقال خرج من اللجنه واجب التحفظ ياك. انا مير قول اسيدي عام عليه، قول ان الصحافه لا خلي بابك الكلب ضرب القانون الحبس. وملي قلت تصريح لا محسوب عليا في التصريح، ولكن في الحبس مع بوابه ما محسوبش عليا. حللوا شوف هذا القول. وقع نقاش، ما غاديش نخرج الاسرار اللي دارت، ولكن على كل حال في نهايه المطاف تقبلت الشكايه في اطار الاحاله الذاتيه. وقلت موقفي في لحظتها انني عبرت عن ارتيابي من تواتر الشكايات ضد الزميل حميد المهداوي، وقلت بالحرف، نعاود نأكدها، قلت عباد الله خليوها غير يرتاح شويه. ها الشكايه الاولى. شي هذا القوم دابا هو كيفكرني عبد الله كيحيي عليا الجراح. يا خويا ما عمري ما شفت بحال هذا الرباعي. شي هاد الحري مش هيكون حسابه عاد سيدي ربي، ما في الارض ما غيتحاسبش. اخذوها ولاسباب انا اعرفها. والله لا دوخني شي واحد كنعرف مزيان خالد شكون صاحب صافي. ما غندخلش في هذا النقاش. تصوروا تحكمت بعام ونص الحبس و150 ومفقوع. شتي في ديك بحال تحكمت اليوم الجمعه ولا نهار الاثنين جابوني وقلتها لهم وكتبت ميساج للسعدني. قلت له صاحبي انا باقي الدم ديالي كيقطر زميلكم، باقي الدم كيهبط من وجبدتوا السيوفه. ها هو حميد السعدي كتبت له ميساج ومشيت عندهم اللجنه كانوا كيديروها المغاربه في التلفازه، كل واحد جالس باللبسه ديالو في دارو وانت كيجيبوك مقرد هكا ما الصوت تسمعوا وجالس. قلت لهم دابا انا معذب هذا العذاب الاليم وجايبني زميلكم، ما وقفتوا معايا في المحكمه واستغليتوا هاد الظروف. الحكومه كتخبط وانتم ما كتخبطوا. شكون انا؟ واش يهودي واش نصراني؟ والله ما شفعوا فيا. ناري على بشار اخويا، ناري بعض المرات نعرف اخويا. لا المنع من بطاقه الصحافه على الجلسات في المحكمه كتجي شكايه اخرى. ودوز 3 سنين بالحبس ما كاينش حتى في شي دوله الا في المغرب. دبابات الو جايب سلاح دبابه 3 سنين داوها لك، ما عمرك رزاوك فيه. عندهم عادي في المغرب ديك الحبس 3 سنين تدخل 3 سنين. جيب الشاهد والله لا شتيه. الصوت ماشي ديال السيد اللي عيط لي، والله ما هو، والله ما هو اخوه. هو كاين في مسكين في طنجه اخوه، والله لا جبناه لك. جيب الشاهد خويا يقول لك لا والله ما نجيبو لك خويا. وكيجيب لك الحكم فيه 4000 صفحه قد هكا مكتوب، وشحال فيه التعليل فيه صفحه. انت باش ما تقراش يجيك حتى قد هكا
بحال دابا هذا الحكم اللي دار لي الاستاذ السعداوي، الواقعيه كتعاود في التعليل باش كيتنفخ الحكم، تعكز تقراه. واش كتعاود الواقعيه علاش تعاودها في التعليل؟ هو معاود لك الواقعيه في التعليل باش كيتنفخ الحكم. تصور الدم كيطيح منك في ديك اللحظه كتحاكم، كتحس براسك انت شكون، انت مغربي. والاضطهاد يضطهدونك. علاش؟ لانك مستقل صافي، ما بغيتيش تستقل، والله تندوزو لك، يسخر لك اللجنه المؤقته ويسخر لك فين ما مشيتي. الدق شكيتي والله لا حركنا لك الشكايات، شكا بك شي واحد والله لا زقناك، وقفتي قدام شي قاضي والله لا تحاكمتي محاكمه عادله، مشيتي للجنه الاداريه والله ما كاينه غير التأييد، مشيتي للجنه المؤقته انتم كتشوفوا المداولات الدين موزه، ما شوف كيفاش عرفتي داروا لك بحال شي، عرفتي اللحم ديالك. وشنو هو المشكل؟ شي وحدين تقلقوا عليك، هضرتي في شي ملفات بجوج، عارف كان قانون الصحافه ولا القانون الجنائي، علاش ما عرف. شنو وقع شنو اللي واقع والله لا عرفتيش. البارح حتى الصحافي، اليوم الصحافي غدا كتبيع النعناع. شو على بلادك، شوف المستوى انا بغيت نفهم، ما كيخافوا ما كيضربوا اعتبار، انا كيفاش كيتصرفوا يا صحافي اليوم انت صباغ وغداك الا مولا الالومنيوم، كيفاش وانا صحافي البارح عطيتيني بيت لا ما بقيتيش، علاش نفس الوضع. وحيث انه وكيدير لك فوق، انا كيقتلوا لي كيدير باسم جلاله الملك وطيق القلق، وعلاش جلاله الملك خليه محترم، لا كيدير لك شوف لونطيط باسم جلاله الملك كيساريو ارى اخبارنا، ارى قوت، ارى الشرعي، اجي المحكمه الاداريه تصدم المهداوي. ها الصدمه، سمعوا دابا يلا شوف. في اطار الاحاله الذاتيه وقع اصرار على تفعيل هذه المسطره. نرجع لانسحابي من اجتماع الجمعيه العموميه اللي اعلنت فيه معارضتي لرفض طلب تجديد بطاقه الصحافه للزميل حلمي المهداوي، اللي كان اكد انه استوفى الشروط وكان ضروري ومنطقي وقانوني نعطيوها بطاقه الصحافه، لان عطيناها له عام الاول وعطيناها له العام اللي قبل منه وعطيناها له العام اللي قبل منه وعطيناها لزملاء يشتغلون في نفس المؤسسه في موقع بديل، وبالتالي موقفي واضح في هذا الشيء، ما نعاودش ناكد عليه. بعد الانسحاب ديالي الاسبوع الموالي كان الاجتماع لجنه الاخلاقيات، وهو الاجتماع الشهير، وعاده نخبر بالايميل وبالواتساب انه راه الجلسه ستنعقد في الساعه الفلانيه يوم الفلاني، غالبا يوم الاربعاء في الساعه غالبا الساعه الثالثه، وكيستمر الاجتماع بعض المرات الى ساعات طوال. قالت وراء ذلك تم اخباري، لكن وقع الاتصال بي هاتفيا لحضور اجتماع لجنه الاخلاقيات والقضايا التاديبيه للنظر في الشكايه الثانيه ضد المهداوي. كان جوابي واضح انني اقاطع الاجتماع انسجاما مع موقفي اللي عبرت عليه في الجمعيه العموميه، وقلت انني واكدت انني اشك في وجود استهداف ضد المهداوي. لذلك انا ما غبتش على الاجتماع اللي وقع تسريب بالفيديو ديالو، ولكن انا قاطعت الاجتماع برافو انسجاما مع موقفي، ماشي مجامله من شي جهه، ماشي مراعاه من شي جهه، برافو. ولكن الموقف المبدئي كان يحتم علي ان استمر في سلاسه موقفي المبدئي اللي عبرت فيه عن شكي في وجود استهداف للزميل المهداوي. وما نخفيكمش انني قاطعت هذا المسلسل، لانه حتى الا كنت مشيت غادي نكون بوحدي في الاجتماع، وبالتالي غنرجعوا ما يشبه الاصطدام والاختلاف. شو على منظر قال خطير، يعني علاش هذا الوش، علاش هذه الجلسه هو علاش ما جاش؟ قال لهم انتم حيت عطاو الحكم قبل. يدير يونس عارف، انا نجي ليونس واحد النقطه مهمه. دابا المغاربه اذا الحكم كاين جا، ولاش هاد المداول، واش هاد المحامون عندكم الحكم جا، اش قال لهم ايت بالعربي؟ قال لهم هذه عام صلاحيه. هذا هو التنظيم الذاتي. علاش دابا انا باقي كنشد في بن سعيد وبغيتكم المغاربه عقلوا على هاد النقاط اللي كنقول لكم قويه. ما تبقاش تقول لي سلوكات منحرفه، لا كاينه جهه خارجيه كتحكم في هذا الشيء. حيت هما علاش داروا هذا الشيء؟ لان عندهم تعليمات من برا. هذيك من برا شكون؟ هو اللي كيهضر مع خالد، هو اللي كان كيتواصل معاه، هو اللي تابع ديال مو في المحكمه. اذا تحيد خالد ولا تجيب فاطمه ما تبقاش دوخني شي واحد، ما عدا لا خصك الناس بحال البقالي، خصك البشر بحال البقالي. السؤال واش هما يبغيو البشر بحال البقالي؟ البقالي راه دابا نهايته كنظن مور هذا الفيديو لا باقي تشوفوه في شي لجنه. اذا انا قطعت المسلسل بركبته. حتى التعبير اللي قالوا حميد المهداوي في الفيديو ما كانش في تقديري يستوجب احاله شكايه في اطار الاحاله الذاتيه، لانه هذا دلا بتصريح قال واحد الكلام، ونحن في لجنه الاخلاقيات مسؤوليتنا معالجه
ما ينتجه الصحفي في اطار خدمته. برافو. يعني واش حميد المداوي كتب هاد الاساءه، واش قالها في الموقع ديالو؟ هاد الشيء لم يكن. حميد المهداوي دلا بتصريح، وبالتالي من غير المعقول انه اللجنه الاخلاقيه تبقى تنظر في السلوك الصحفي خارج الاطار المهمه ديالو، وبالتالي اعتبرت حتى الطبيعه ديال المتابعه لم تكن صائبه. برافو على الله. طبعا اللي اصبح مثير اليوم يعني وخصو اجتهاد على كل حال في القراءه هو هذه اللجنه التي الجمعيه العموميه للجنه المؤقته لتسيير شؤون الصحافه والنشر اتخذت قرار سحب البطاقه المهنيه لمنع المهداوي من الحصول على بطاقه الصحافه المهنيه. ولجنه الاخلاقيات اللي هي تابعه نفس اللجنه المؤقته كتصدر قرار بسحب البطاقه المهنيه. شنو البطاقه هتسحب؟ انا بغيت نفهم، لانه هو ما خداهاش اصلا لكي يسحب منه. لا هي معقوله هضرتك ابو عبد الله. انا نقول لك شنو كان عندهم عبد الله، انت راه قلتيها السيدات. نقول لك المخطط ديالهم عبد الله، هما كانوا خايفين على ان هذيك المحكمه واخا هما ضامنين بالنسبه لهم، ولكن ملي كانش ماشي جلسوا اتفقوا شوف لا كاين اللي عارف راسو كان خدام، كاين اللي كانوا راح تقولها هي راح تقولها فاطمه بلاتي. انا نقولها لك ابو عبد الله باش تبان لك مزيانه، يا ريت تبان لي دابا في البطاقه غتبان بقوه تيقول له محاكمه شاهيه. ها حنا منعوه في لاكارت واش واخا تحكم لا والو محكمه هي اش قال السلام؟ قال له حنا غنمنعوه في البطاقه نحيدوا له عام. دابا هي بشبه المحكمه اش قالت له؟ قالت له واش واخا يربح حنا في ذاك الملف الاخر اللي باغي ياخذ البطاقه نكون حنا حيدنا له هذه. دابا افترضوا كاع المحكمه ديال داك الشيء الاجر الرئيسي والوثائق، انت كاع ربحتي يوم المهداوي، المحكمه حكمت المهداوي عنده الحق صحافي، كتلقى عصا اخرى معرضه. شنو هي هذه اللعبه؟ هي الشيء اللي قالت له باش واخا يربح حنا تما نكونوا تعرضنا له هنا. اش قال له خالد؟ قال لا 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 غطمئني، هذيك ضابطنها، هذيك ما حاكمناش، امور عندنا مزيانه. قال لا ما خصناش نهرسوا، خاصك خالد تكملوا. قال لا ما خصناش نهرسوا القرار ديال المحكمه. سمعتي يا ابو عبد الله علاش داروا هذه العمليه؟ باش فيما تحتي انا مخطط. والاكثر من ذلك بعد ما اللجنه اتخذت القرار انه الزميل يونس مجاهد ما حضرش اجتماع لجنه الاخلاقيات. الزميل يونس مجاهد بعد انتهاء ديال الاجتماع لجنه الاخلاقيات استدعوه كرئيس اللجنه باش يفعل واحد المسطره استثنائيه منصوص عليها في القانون، هو انه يجوز للمجلس الوطني ان يطلب من النيابه العامه، ان يخاطب النيابه العامه، ان يكاتب النيابه العامه باش يطلب منا السحب الفوري لبطاقه الصحافه، وان التجأ المتضرر الى القضاء. يعني الالتجاء الى القضاء لا يبطل القرار السحب الفوري. عندي وجهه نظر السي عبد الله بمنتهى الاحترام ليك والتقدير. ها انت ابو عبد الله شبع معايا مزيان. يونس مجاهد دخل ما سالاش الاجتماع. فوقاش كيتسمى سال الاجتماع؟ ملي كيكونوا المداولات سالات والقرار مثلا تسالى، لا انا المحضر باقي كيتكتب. ها انت السي عبد الله، انت شنو قررت؟ بطاقه. اسمع شنو قال البقاء، اسمع مجاهد قال لهم ماذا قررتم؟ شنو هو اللي مثير هنا السي عبد الله؟ قال لهم شنو قررتوا؟ قال لهم قررنا نحيدوا له البطاقه ودع. اش قال لهم اللي مهم هو الرد؟ قال لهم مزيان. اذا كان ممكن يقولوا ماشي مزيان، اذا كان مناقش معهم هذا القرار قبل يونس مجاهد. علاش هو قال لهم ماذا قررتم؟ قال لهم مزيان. تامل في هذه النقطه السي عبد الله البقالي، تامل. شنو قررت؟ بطاقه حيت ني با ريسيديفيست عرفتو، ودرنا له 3 ans بلوكاج دو دعم العمومي 3 سنين. ما معنى قال شنو قال لهم دابا سلامي؟ قال لهم شنو قررتوا؟ قال له عطيني عام. قال له ما عندوش هو لا سيتياسيون ولا ليطا ديال ريسيديفيست، يعني ما عندوش حاله العود. شوفوا تيقولوا سلامي كون كانت حاله العود نعطيه وسيط رئيس كثار. اش قال له؟ قال له مزيان. اش كيعطيك هذا الانطباع ان مجاهد وهاد الربعه هادو برا كانوا متفقين على الادانه؟ قال لهم مجاهد شنو قررتوا؟ قال له قررنا عام. قال له عرفتي علاش عطينا؟ كيبرر له ما معنى التبرير، عرفتي علاش عطينا غير عويم؟ حيت ما عندوش حاله العود. اش قال الاخر؟ مزيان جيد حسن جدا.
هذا رئيس لجنه الطاعون اللي غنمشي نطعن عنده. اذا السي عبد الله في هذه اللحظه هو شارك في المداوله لانه قال اوكي، لانكم ما عجبوش يقولوا ماشي اوكي. والدليل الكاتبه اللي كتكتب المحضر يونس بوجهل هو يقول لك كتبي شو اذا الاجتماع ما تسالاش السي عبد الله، باقي المحضرات ها انت السي عبد الله. هذا باركيش قلت لك هذا قال لي مراتي وهذا قال لي كذا وانا ضحيه وانا المهم قال لي الرئيس قال لي نبداو في الاسئله وبراك يقرا عليه. بدينا في الجلسه قال لي ولا انا كنت شبت بان المحامين ديالي يحضروا معايا دوك الحكم بما الحكم حضوري ما ديري لا حضوري لا والو غير الحكم. انت السي عبد الله فين هو يونس جالس؟ انا عندك شوف ما ديري الكاتبه ما خصهاش تجلس خارقه السريه الكاتبه بعدا كلها شديك ما خلي يونس. ثانيا قال لها ما ديري باقي كيفتي المحضر باقي مفتوح باقي كيتكتب حيدي وما ديري. ثالثا ما كاينش تلوث 3 سنين ديال الدعم تحيد والاستعجال ما كاينش. اذا القرار ديال المداوله ماشي هو هذا اللي بان، اذا يونس شارك في المداوله ديال اللجنه ديال الطاعون. دونك بهذا المنطق هذا الغريب فعلا هو ما عطيتيش بطاقه الصحافه المهنيه وحيد وقررتي تسحبها له لمده سنه وهو ما عندوش هذه البطاقه، وقررتي تلتجا الى مسطره تاديبيه استثنائيه لسحب البطاقه وهي ما عندوش. وبالتالي دابا شنو هي دابا شوف السي عبد الله كتعاود هذا الشيء مزيان. السي عبد الله انت عبد الله شوف ماشي كنقول لك انت كفء هذه لا تناقش، ذكي مرن والله ما حيت هذه المواقف هذه اجماع المغاربه بعدد من الناس، ذكي كفء مكون نبيه دبلوماسي رجل المواقف. ما انت بالعكس انت ما نبقاش انا يونس بغيت نفكر ما تقلقش يا يونس. شنو هي كفاءتك يا يونس؟ بغيت نفهمها ملي هكا بالطرق ما عارفش. دابا انت رئيس المجلس انت رئيس الورطه ما عندكش تكوين قانوني ما فهمش الطريقه باش المرابط كيفتي حداك، درتي هذه الزبله للدوله وردتي هذه الفضيحه. السؤال لماذا اسند لك هذا المنصب ديال كاتب دوله 7 المليون؟ شنو هو راس مالك؟ واش الفلوس سايبه في البلاد؟ واش المناصب ما كاينش؟ علاش بقيتي في النقابه هذه المده وانت ضعيف بنتي؟ ما تناقشلكش شخصك، انا بنتي لي ضعيف. اذا ما هو قوتك يا يونس؟ ضعيف في التكوين، ضعيف في المقالات ما كتكتبش، مؤخرا عاود تكتب. وشكون كينشر لك؟ اما الحري ولا الموقع معروف صافي. اذا السؤال الجوهري حيدوا المهدي والواقعات كنرجع له لماذا غنسند لهذا السيد ما كيعرفش يدير هذه الزبره في البطاقه ما عارفش بطاقه؟ راه ماشي تما المشكله دوز، راه لماذا شكون اللي عطى ليونس هذا المنصب؟ علاش هو الاول؟ كاين واحد شويه ديال الارتباك. انا عرفت من بعد بزاف. انه الرئاسه لم تفعل هاد المسطره الاستثنائيه. نحلف عليك ابا عبد الله شوف كنت نقول لك طل فيا وكنت نقول لك بديك النيه تلقى مولاك عبد الله. انا عندي احساس انت مول هذه الفهمه الاخرى. قلت لهم انا ما كنتفق انا والله العظيم وعقل نتمنىك عبد الله واخا عيط لي في التليفون وقول لي دابا مساله انت اللي غتكون قلتي لهم اخو راه كتخربقوا. انت السيد عنده شي بطاقه اللي غديروا استعجالي انت محيدها له كذا والدعم واش انت عندك شي سلطه على كذا؟ انا عندي هذا الاجتهاد بعدا قصتي لهم من ذاك غيكونوا تشاوروا معك في الاخر واخا كنظن والله اعلم نظرا لانها مسطره لا موقع لها في الاعراب، لانه واش غتسحب له الفوري؟ السحب الفوري البطاقه هو ما عندوش كارثه اخويا. اذا كان هذا وجه الغرابه على كل حال. الخلاصه الرئيسيه من هذا الشيء كامل انني اعلنت موقفا واضحا فيما يتعلق بمنح بطاقه الصحافه المهني للزميل المهداوي، واعتبرت رفض طلبه غير مقبول وفيه انتقائيه حتى لا اقول امرا اخر. برافو ليك. واعتبرت ان تناسل وتواتر الاحداث من رفض بطاقه الصحافه وتقديم الشكايات ضده امر غير بريء. برافو ليك. ويمكن ان يصل حتى للاستهداف. برافو ليك. وبالتالي انا ما كانش كيمكن لي نشارك في هذا المسلسل، وانا قاطعت هذا المسلسل ماشي ما حضرتش، قاطعته منذ بدايه. هذه كتسمى مدرسة العربي المسيري، هذه كتسمى مدرسة عبد الجبار السحيمي، هذه كتسمى مدرسة حزب الاستقلال. انا با نزار بركه السي نزار بركه شوف راه كنقولها لك حنا اقتدي هذا السلوك السي نزار. والله المغاربه تيكونوا معاك ماشي معاك المغاربه، لا حنا المغاربه بغينا شي حزب دير هاد المواقف. الاستاذ هو حزب الاستقلال بغيناك بحال اش كنقول فراقشي انت السي نزار فراقشيه، لا خذ بحال هاد الموقف قلب الطاوله على ديك الحكومه صاحبي، ماشي من اجلني انا، من اجل البلاد، من اجل البلاد صاحبي. راه المستوى ولا قلبوا الطابله على عباد الله، الطابله في اطار القانون ماشي نقولهاش شنو هذا المستوى هذا.
شنو يجي واحد صاحبي ما عمره كان صحفي بقى يدور قطاع الصحافه، يجي واحد قال اشخاص دابا الطريقه باش كيجاوب بن سعيد في البرلمان. وراه بغيت نقول لكم شي كلمه خصكم تقلقوا مني المغرب، كنحس بحال كيسبنا. حنا كنحس المغرب حنا ذكيين تبارك الله، وعندنا مؤسسه ملكيه وعندنا تاريخ. واحد الوليد وحيته اللجنه ما عندي بها علاقه، هادشي كنبقى نديرها تنقول لك هذا السيد واش كيصحابوا حنا اغبياء ولا انت دقدقتي جاب الفيدراليه الناشريه كذا، مددتي لعباد الله 6 اشهر، زدتيهم عامين، مكنتي لواحد الجمعيه مجموعه معاه هما فيها نفس اللجنه، وكيجي البرلمان وحنا عندنا القرور وباغي يدوز القانون برجال الاعمال. صح على بابكم الكلب. انت هذا الشيء هذا الاستاذ كلشي بان فضوحه الاستاذ. شنو هذا القانون اصاحبي؟ شنو ودوزوه مجلس النواب؟ علاش يجمعوا عباد الله تما ديالو بقى يدوز لي بالعدد. واعتبرت أن ما بني على باطل لا يمكن أن يكون إلا باطلا، وبالتالي واش ما كتلاحظوش في التعابير ديالنا ولينا كنتعصبوا كنقول علاش؟ لما شوف ملي كيغيب القانون راه هما في العاده داخله خطه. شوف غدير شكايه باسرتك من حالك هكا، اش كيبقى يدير لك؟ كيدفع حنا بشر. لما تلقى العداله ملي كتغيب العداله العامه كتولي العداله الخاصه. حنا ما نمشيوش العداله الخاصه تحت اي ظرف، ولكن لاحظوا راه داخله في الخطه. كنير فيك نعصبك باش تغلط. واش دابا شوف كي ولا المغرب بحال هكا. واحد التدوينه كتب عبد العزيز العبدي يقول البارح ناري 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 مسكين تحس بنادم محروق هكا. واش كتدفعوا المغاربه يبقاو يعبروا بهاد الطرق؟ واش كتدفعوا المغاربه يبقاو يخصوا الهضره؟ ولا هاد المصيبه ملي كيبقاش القانون؟ ما نقدرش نعبر على الدرجه ديال القلق اللي عندي الداخلي فيما حصل. قلق عميق قوي، انه ما كناش في حاجه لهذا الشيء. اللجنه خدمت بكل اقتدار، بكل مهنيه، بكل نزاهه في واحد السنوات طويله، ونجيو في واحد الحاله لانه كاين شي حاجه ماشي طبيعيه باش برافو عليك بعض. انا افترض نمشي معك في هذه. شي واحد كيكرهوني في البلاد ونافدين حيد هذا صافي الشكايه والله ما تحركلوش بحال هكا. شوف انت ما تحركلوش الشكايه يديروا خادم شي جهد كارث المحل. شو على فكره هذا هو الجهد. شي واحد تيحسوا بالقوه. كاينش القانون حتى من القانون وبداو كيدخلوا في السلطات وكيدخلوا هنا وهنا. انت شو على كلمه قالها واحد قال لك اشعر بالقوه. تيجيو شي وحدين انانيين يقدروا يريبوا لك الدوله ومسار تخدم المؤسسه الملكيه تخدم ويخدموا مسؤولين البلد، ولكن لا تحت السلطه عند شي وحدين. تصور السلطه كيفاش شوف البلاد فين مشات وشوف وتريب الدوله وخا وقع اللي وقع الله يحفظ، ولكن هذوك الناس ما يعترفوش. وشوف هو سرين والله تيغلطوك. ماشي بلاد يقول هذه راه دوله وحشومه علينا ورجعوا اللور وراه غلطنا وراه بزاف هادشي. لا نحن لا نخطئ. واضح، ماشي سليمه باش نكون واضح، ماشي سلسه باش نكون واضح. برافو. باش نهدموا هذا البناء اللي اشتغلنا عليه طوال هذه 7 سنوات. اعتقد انه كان فيه ضرر للمصداقيه ديال المؤسسه ديال المجلس الوطني للصحافه. ابا عبد الله وكنحييك والله تضرر للدوله المغربيه وهي بريئه. الدوله ضرت ابا عبد الله ماشي المجلس. شنو هو المجلس؟ راه صوره راه اداره الدوله هذيك. شنو كيمثل الدوله في القطاع؟ شكون اللي كيمثلوا هاد الناس؟ اذا هاد الناس اساءوا للدوله هذول خصهم يتحاكموا. شي انا نكون انا دوله ونجيب قرار اممي في الصحراء المغربيه ونتقاتل باش نبني ونمشي نتسلف من صندوق النقد الدولي ونواجه الجريمه المنظمه ونتقاتل، وتجي انت تنوض لي هاد الحيحه الوطنيه ان بتي مو العبد النبوي ان بتي مو امشي قالوا نمشي تمشي عند في صحفي ولا كنقول مال الملفات ديالي مشي ان بتي مو تقول هكا امشي قالوا مشي فاش تمشي تقول له واحد المسطره راه بغينا دغيا الله يجزيك بخير عجلها لينا. هو القانون عطيها لك نتوما دير المسطره بحالك بحال المغاربه. لا عندك امتياز حيت انت رئيس ويلي لا هذا المهداوي عافاك بغينا سريع. لا خفنا الوكيل الملك ما يعجلش. لا خفنا رئيس المحكمه. حنا دابا وتوعب الله يخليك دابا كنتصور سي عبد النبي بخير المهداوي واحد المسطره صيفطنا تقدر لا دابا الله مثلا عاون الو السربي. واش كاين شي اخطر من هذا المشهد دخلتوا لنا في عقلنا؟ شنو بقى في البلاد؟ واش بقى لا عطيتي لي الانطباع؟ وشكون جبتي لي الرئيس المنتدب بالمجلس على السلطه القضائيه امبتيمو؟ قالوا امبتي شوف كيفاش قزم قال امبتيمو خسر عليه. قالوا عاشي امبتيمو انت رئيسنا كبير مجاهد السيد الرئيس. قال شوف دابا سلام وتمشي عنده امبتيمو عاد عنده. والمغاربه مساكن الدراوش اللي ما عندهمش مجاهد ولا ما عندهم مهداوي مسكين سير حط شكايتك سير حط كذا اكثر من انه ضرر المهداوي ولا خير المهداوي. انا لا اتهم احد، انا لا استهدف احد، ولكن انا استعرضت الوقائع كما حصل. ماشي استعرضتي الواقع. نقول لك اش درتي يا با عبد الله. انت تصرفتي هنا اول حاجه كمسلم
ولا تكتموا الشهاده. الله عز وجل انت شهدتي وانت طبقتي تعليم الله. الشيء هاد اللجنه المؤقته با عبد الله وهاد الحياه وهاد اللجنه التنفيذيه وتولي غدا وزير تولي غدا رئيس حكومه وما عرفت فين غتولي با عبد الله، انت ربحتي رضا الله سبحانه وتعالى على الاقل في هذا الواقع. بعد امور اخرى ما نعرفش وانا كنفترض فيك ولكن بينك وبين الله، ولكن هذه اللي عشانا بعد ربحتي ربي حبيبي. شتي تمشي المناصب وتمشي الكراسي، دوزتي رئيس النقابه ودوزتي ما خليتيش دوزتي با عبد الله وبرزقك وعاد تاكل اللي قسم الله، ولكن التاريخ سجل سميتك بمداد من ذهب. شتي بهذا الملف ديالنا حنا دخلتي اش كنقول لك ربي كيسجل، وكاين اللي سجل بالخزي والعار، انت سجلتي شي كانوا عزادوا اعتذروا وكذا والله تيقدوا لا مع زين وطالع للفوق نديروا شكايه. انت كتقول بزاف في الجلسه المجلس، واش حنا عندنا مجلس الصحافه نعطيو لهم ملاير باش يتقال في المداولات الزا وباقي وجههم احمر الزا؟ واش ما كتحشموش؟ طاسيلتك انت رئيس لجنه تقول طاسيلتك رئيس لجنه الطعون، تجلس حدا القاضي جابر وتأيد انت وجابر وتقول الطاسيله كتسب في الطاسيله، كتجمعوا تسبوا المشتكين ديال المداوله اول اجتماع هو سالك على الاجتماع اقول له طاسيلتك وجفه في الارض تعرف كل بالضبط لم تستحي بدون زياده ولا نقصان. ويشهد الله انني احتكمت لضميري في هاد السرديه اللي قدمتها، اللي كثير منكم كينتظروها، اللي كثير منكم كانوا كيتسائلوا شنو هو الموقف ديال هذا الشخص هذا العبد الضعيف مما حدث. انا اؤكد اليوم انتمائي لمؤسسه المجلس الوطني لا يمكن ان تنبني على اي خلفيه ولا اساس اخر غير خلفيه المبادئ والاخلاص من هذه المبادئ. برافو. وبالتالي ما حدث هو ينسجم تماما مع القناعات ديالي ومع المبادئ ديالي، وما كان كيمكن نكون الا في ديك الاطار. واذا تطلب نقول لك با عبد الله ولا المغاربه ويوقع اللي وقع. شوف با عبد الله بغيتو المغاربه نعرفوا اصلا التحكم التدخل ماشي عبد الله ولا خالد، لا اللي جاي الدقه من التحكم. لماذا عندنا مشكل مع حريه التعبير؟ الائمه يهضروا بشاو، المغنيين ضراب صح، خصنا نتاملوا جو عام. وزير سنه شداد دخلتي مع وهبي والله لا ربحتي. السؤال لماذا ضاق صدرنا في حريه التعبير في المغرب؟ هذا هو الجوهر. مساله ماشي معزوله ولا عفلان تجمعوا غلطوا، لا ابو عبد الله كاين توجه نحو كتم الاصوات. لو ما كانش هادشي كيوقع في المساجد في الفقهاء، لو ما وقعش عند لي رابور، لو ما وقعش مع المدونين، لو حنا عندنا هادشي راه كاين مناخ عام. باش نقول لك شنو كاين السي عبد الله اني نعاود او لا هذا الحدث تعاود مره ثانيه، شنو غيكون موقفي؟ غادي يكون نفس الموقف بغض النظر واش المهداوي واش عمرو واش زيد، لا انا مخلص لمبادئي في اطار واحد المسطره معين. اذا هذا واحد الموضوع باش نيوه بشكل نهائي ومطلق. ما حدث كان باطلا، ما حدث كان غير مقبول نهائيا، وبالتالي ما بني على باطل كما قلت فهو باطل. وما اتخذ من قرارات في حق الزميل المهداوي انا اطالب اليوم بمراجعتها، لانها تاكد انه بنيت على الباطل، وانه ما راج في الاجتماع بغض النظر على موقفي منه لم يكن سليما ولم يكن صحيحا ولم يكن منطقيا ولم يكن اخلاقيا ولم يكن. وهذه مناسبه انا كنجدد فيها الاعتذار ديالي للزملاء الاساتذه المحامين. برافو سام. الدفاع كنعتذر للقضاء الا كانت اعتبر انه شيء اساءه طالت شي اخلاق السي عبد الله. شوف الناس صح، شوف كنعتذر للمحامي، هو الاعتذار وشوف اعتذر للقضاء الى تسائلوا. شوف اخلاق الكبار مما جرى. هادو واحد المجموعه ديال الزملاء كانوا كيعتبروا راسهم في واحد الحديث حميمي ماشي في اجتماع رسمي، وبالتالي وقع ما وقع. ويجب ان نعمل على تجاوز ما وقع في اطار من المكاشفه وفي اطار من نشر لكم شنو قال خالد. والله ما كان عرفتيش خالد شنو قال على بقالي وحق الله الا ضرب فيه جوج المرات في ظهره في ذاك الاجتماع، وعندي الفيديو. والله الا هضر على البقالي في ظهره، والله الا ما هضر على البقالي بالسوء، والله الا ما هضر عليه بالسوء. بالله الا خالد الحري في ديك المداوله هضر بالسوء على البقالي جوج المرات، وهضر بالسوء على يوسف مجاهد بالبيجي. راه وريت لكم ملي خرج برا قالوا مزربوا على يوسف مجاهد، ملي جا مجاهد قال له مصلحتك اريدي ولا الحلوه كيدير في الصباح بحال هكا افتتاحيه كيدير بحال كيبدا مصيبه كحله مصيبه زعل الاخلاقيه. غادي ننتقل للمستوى الثاني اللي هو مهم جدا وحتى هو كيمسني كشخص، هو الحديث. واخا السي البقالي هنا غيهضر على اللجنه والتصريف، كنظن
التعديلات ديال القوانين الاخرى باش يمكن تكون المنظومه التعديلات على المنظومه برمتها. اذا انا مرتاح، ضميري مرتاح، انا لست متاسف على شي حاجه، انا متضامن مع زملائي اعضاء اللجنه اللي طالهم التشهير والاساءه والسب والقذف، ما يمكن نكون الا متضامن معهم. انا كنعتبر كما قلت ما بني على باطل فهو باطل، فلذلك اعتبر قرار عدم منح بطاقه الصحافه للزميل مهداوي ومنعه من بطاقه لمده سنه قرارات بنيت على مساطر غير قانونيه، وبالتالي هي قرارات باطله ويجب اعاده النظر فيها مجرد ما تستأنف اللجنه او المجلس الولايه ديالو المقبله. انا كما قلت ضميري مرتاح، انا لا اشمت في احد، لا اتهم احد، لا ما كنصفيش الحسابات مع شي جهه كيف ما. وعبد الله تحية لك. أنا عندي واحد الكلمة للأستاذ عبد النبوي المحترم. دابا السي عبد النبوي المحترم قال الحقيقة وضحات وضوح الشمس، مين فيه أنا ما فيه لا ما تطبق فيه لا قانون لا في محكمة ابتدائية. عندي سؤال السي عبد النبوي، أنت دابا في القضاء سنوات، واش عمرك شتي شي صحفي معروف كيجي عند القاضي وكيقدم دفوعات جوهرية والقاضي ما تيجاوبوش عليها؟ شحال قرارات محكمة النقد كتلغى؟ دابا هذا القاضي عادل ايت عقاق اللي حكم عليا بعام ونص والقاضي السعداوي، على سؤال لهم احترام، واش انا ملي كنقول لك دفع جوهري كنقول لك شوف هاد نعطيك مثال ما جاوبش كاع السعداوي عليهم، مثلا كنقول له مثلا الماده 3 في قانون الصحافه راه عندنا اليوتيوب داخل ورقه ما تيجاوبنيش عليها، شنو معنيتها؟ واش انا الملف عند صيفط المحكمه نغرقها ولا بحث ليا؟ وتسيرتو دابا انا بان الاستهداف ديالي، واش ماشي السي عبد النبوي وتصيفط شي لجنه فتح معاه كاع هاد القضاه اللي جا السيدي زيدوني في الحبس الا ظلمت وكذبت ابحث اجي الاستاذ علاش ما جبتيش الشهيد لهذا السيد؟ شهيد اوزير مالو هبيل كيضرب الطاسه، شنو واش حماق اوزير ولا اوزير؟ راه وزير قال الصحافي واخا هاد الصحافي خدم عند الوزير شي حاجه كدور الدوله مزيان، وهاد الصحافي عيط لوهبي الطرف الثاني كيف الصحافي ما يخدمش ولا لا ما عجبولكش الشهود كيفاش؟ واش باغيين يحمقونا هاد الناس؟ انا كنقول السي عبد النبوي اليوم بغيت تحقيق لجنه حقق لي في هذه المحكمه الاداريه وهذه المحكمه الزجريه. انا خالد الحاري الا شكون كيستهدف المهداوي في هذه البلاد؟ سهل النقاش، عندنا الشواهدات ماشي ملف عادي ويناقش. انا راه دوزت لسين دبابه ظلما وعدوانا، عندي سوابق مكرفصن عليا عباد الله. وزيد هادي مالنا كيفاش ما غتجاوبنيش انت المحكمه ما تجاوبنيش على الماده 3 قانون الصحافه ولا عطيناك مذكره انا والمحامي ديالي حنا 10 عطيناها للقاضي السعداوي وتعرض لاش كاع جا القاضي السعداوي قالنا واحد في الحكم الابتدائي كان زوين ومقادد، ونفس الطريقه ديال علي الطرشي مع الطلفي عاوتاني اش دار والحكم الابتدائي ديال الطرشي كان زوين. وحنا وشوف دابا عند القاضي الطرشي جيت انا ونشطاء الريف كنترافعوا عطاني 3 سنين ولكن كاين اختلاف في الاستئناف. نشطاء الريف ما جاوش انا جيت بقات 3 سوا جيتي سوا ما جيتيش 3 سنين الحبس يا كاين فرق راه الاستئناف راه قدام 5 لا تيبان لك داك الحكم اللي خرج في الابتدائي هو اللي غيبقى. نفس العمليه ديال السعداوي في الاول كنا 4 المحامين ولينا 20 في الاول ما دفعناش بعض الوثائق وخا دفعوا وثائق جديده وخا جبنا المفوض القضائي وخا جبنا المحامين وخا جبنا كيبقى الحكم كيما الابتدائي هو. اذا شنو كتفهم علاش هاد الملفات عندهم ابتدائي اللي حكم عليك ابتدائي صافي مشيت ابتدائي النقص استئناف علاش؟ وادله واضحه يعني شنو دفع جوهري. يعني كنعطيك دفعات جوهريه عطيتك قانون الصحافه ها الفيديوهات اللي درت سابقا الوكيل الملك هو اللي تبدلهم ليا ها هو سيدي وعلاش وانت كتقول لي مبدا اساسي مبدا المغاربه متساوي القانون. دابا السي تيجي السي عبد النبوي المحترم دابا انا كنقولها لك السي عبد النبوي كيف خصني الطريقه كيفاش نقول لك السي عبد النبوي. دابا انا مغربي ومحمد تيجيني مغربي انا وتيجيني عندنا ملك واحد سميتو جلاله الملك هو اللي اصدر الاحكام باسم جلاله الملك فيها التيجيني فيها المهداوي. عندي الفصل السادس من الدستور جميع المغاربه متساوون امام القانون صافي ها جلاله الملك الحكم مع خرب سميتو وجلاله الملك قال جميع المغاربه متساوون عندي قال لك جميع المغاربه عندي سواسيه. وعندي الفصل السادس جا التيجيني والمهداوي عند القاضي بزوجهم مناصرين في اليوتيوب بزوجهم على صح هذا بنفس وكيل الملك نفس المشتكي هذا التيجيني مشى الصحافه المهداوي مشى القانون الجنائي وحل لي هذا كنديروا لهذا الشيء. شنو هذا الشيء؟ وعندك مبدا عالمي مبدا المساواه ملك والقاضي عنده حمايه حقوق الافراد والجماعات. دابا القاضي ما كتحمي الحقوق ما تجيب الشهود ما تجيب الخبره ما تساوينا مع المتقاضين ما تساوي ونخلقوا هذا النقاش علاش؟ شنو المشكل؟ انا ما فهمتش شنو هو القاضي شنو هو عندك قاضي جلاله الملك تعلموا الاحكام تصدر عليكم باسم جلاله الملك فاذا كان الحكم عادلا فلكم اجره واجر من عمل به واجر من صدر الحكم باسمه اما اذا كان الحكم ظالما فلكم اثمه واثم من صدر به.
عباد الله راه كلشي غيفوت. راه واحد الوقت كل اما القاضي كيسجل سميه كنقول القاضي فلان، القاضي فلان، الصحفي فلان، راه كلشي كيفوت. راه كلشي يرجعوا للتاريخ، راه حتى واحد ما يبقى في شي بلاصه اللي هي فيها، كيبقى عاد التاريخ وكل واحد يجبدوا التاريخ ديالو. ونتمناو من الله عز وجل يعني واش نقول، بقيتش نقدر نتمنى في هذه البلاد، مع سمحوا لي المغاربه والله ما بقيت نقدر، صافي لنا الضربات بزاف، فيما مشيت تصدم، ما عمري دخلت شي قاضي وتنصفت مع كامل الاسف. كنشكركم.